كده من الأول يا جماعة. السلام عليكم. معاكم أحمد حسام. إن شاء الله النهارده هنتكلم عن مقدمة للبرمجة، إزاي نبدأ في مجال البرمجة وإزاي نبدأ نفكر ودماغنا تتطور لطريقة البرمجة. الحمد لله عندنا جسور المعرفة ساعدوا إن إحنا إن شاء الله نبدأ نتحرك في مجال البرمجة، وعملوا مبادرة كويسة جدا ان هو ندخل في التراك بطريقه، يعني هنحاول بقدر المستطاع ان هي تكون صحيحه ومفهومه للجميع ان شاء الله. الصوت الاهم انه يكون مسموع للكل. تمام، خلاص اللي عمل ريز هاند ينزل ايده. تمام. طيب، في البدايه خالص اعرفكم بنفسي. انا احمد حسام، خريج حاسبات ومعلومات قسم طيران، خريج 2014. اشتغلت في مايكروسوفت من 2012 تقريبا. في 2012 قبل ما اتخرج يعني تقريبا بسنتين. يعني هحكي لكم كده بشكل سريع عن القصه بتاعتي في مجال البرمجه وازاي احنا بدينا في التراك ده. في 2012 كنت ناس زمايلي كده حوالي خمسه من اصحابي، ربنا يجزيهم كل خير، قالوا لي يا احمد احنا عندنا في انترفيو في مايكروسوفت جوه الجامعه نفسها، لان انا كنت في طيران مدني في المطار نفسه. فاحنا هنروح الجامعه هنعمل انترفيو هناك ونبدا نتعرف عن مجال البرمجه فيما يخص مايكروسوفت. تمام. فقلت لهم مش مشكله، تعالوا نروح سوا ومش عارف ايه والكلام دوت. رحنا مع بعضينا. بدات الشباب تسال في الانترفيو. الحمد لله اتقبلت دونا عن اصحابي الخمسه. تمام. وكان ليا الشرف ان انا اكون مايكروسوفت ريبريزنتيتيف، يعني مسؤول عن مايكروسوفت جوه الجامعه نفسها. اقدم مايكروسوفت بالتكنولوجيز بتاعتها بما تقدمه من لغات برمجه، واعلم الناس. وكان ساعتها طلعت الطفره بتاعت الويندوز فون. لو حد فاكرها، حد عارف ويندوز فون؟ حد جرب يمسك لوميا في ايده قبل كده؟ على طول انا عايز الشات يبقى شغال على طول. ها، فاكرين ولا ايه؟ الناس نايمه ليه؟ صح صح يا جماعه، احنا داخلين لسه هنخش في حماس اكبر دلوقتي. طيب، المهم بعد ما دخلت مايكروسوفت از ريبريزنتيف جوه الجامعه، ريبريزنتيف جوه الجامعه، تاني سنه على طول دخلت مايكروسوفت از مايكروسوفت ستودنت بارتنر، يعني من الطلبه العاملين جوه مايكروسوفت نفسها، مايكروسوفت ايجيبت. وفي خلال السنه ديت الحمد لله كنت افضل ممبر كان في مجال برمجه الويندوز فون. كان برمجه الويندوز فون كان عن طريق لغه اسمها سي شارب، هنبدا نتعرف عنها. تمام. فسريعا ده تعريف بشكل بسيط، مش مشكله يا ناس، ما اتكلمناش كتير يعني لسه. تمام. فبدانا نتكلم عن ازاي نبدا نتحرك في البرمجه، وازاي ان احنا ننتج شيء نعرفه ونبدا نفهمه ونبدا نتعامل معاه ونبدا نعمل بروبلم سولفينج، ونبدا نحل مشاكل احنا بنقابلها في حياتنا عن طريق البرمجه. وكانت احدى الحلول اللي احنا كنا بنقدمها كانت هي فكره من الافكار اللي انا كنت طورتها ساعتها، ان انا عايز اتكلم مع الموبايل يفهمني ويبدا يتعامل معايا عن طريق اللي انا بقوله. تمام. بالظبط. بدات في 2010 او 2011 تقريبا، وبدا يتطور ويندوز فون من بدايه ويندوز فون 6 لحد ما وصلت يا احمد، لحد ما وصلت لويندوز فون 8، وبعد كده نزل اليونيفرسال، وبعد كده رحمه الله عليه. تمام. فبدا يتطور الموضوع تدريجيا معايا، ان انا ابدا اتكلم مع التليفون. وكان ده احد مشاريع التخرج بتاعتي، وهو مشروع من المشاريع بتاعه التخرج. ساعتها كان يعني العميد الكليه والله يمسيهم بالخير بقى دكاتره قسم رياضه، ودكتور رئيس قسم رياضه، وكان دكتور تاني في الانفراستراكشر عندنا والداتا ستراكشر. فقالوا لي طيب انت بتقول ان انت بتتكلم التليفون، انا مش عايزك انت تتكلم التليفون، انا عايز اكلمه انا. فهو فاكر ان انا يعني ايه، مثبت حاجات كده في الكود، اقول له كلمه. عارفين احنا الشغل بتاع الجرادويشن بروجكتس اللي ثلاث ارباعنا وهو متخرج كان بيعملها يعني. فقلت له خلاص، يعني شوف الكلمه اللي انت حابب تقولها له وقولها له. فبدا وقال طب افصل اقرب جهاز ليك، يعني خلي الجهاز يطفي. تمام.
فبدا الابلكيشن، ففجاه بيبص كده اللاب بتاعه فاصل، وقعد يدور كده على الكابلات، هو في حاجه يا جماعه، هو مش عارف اللاب فصل ازاي ولا. فقلت له حضرتك يعني حضرتك انت اتكلمت مع التليفون، واللاب بتاع حضرتك هو اقرب لابتوب موجود في النتورك اللي احنا فيها. فقال لي انت بتهزر؟ فقلت له والله حضرتك اللي انت قلت الكلام دوت. فقال لي يا احمد يعني انا ما سيفتش الاكسل شيت بتاع الدرجات. قلت له والله يا فندم حضرتك انت اللي كان ساعتها بدات موضوع ان هو المشروع دوت خد افضل مشروع على مستوى الكليه، وساعتها كنت بدا ان هو يتجه معايا ان احنا نخش فيه براءه اختراع والكلام ده، لكن الموضوع ما تمش يعني بدخول الجيش. فدي كانت مرحله يعني بدري شويه، كانت في 2014 لحد 2014 واتخرجت من الكليه ودخلت الجيش. اشتغلت في مجال برضو البرمجه في الجيش. كان احد اسباب ان انا افضل اطور نفسي في الجيش وما اخسرش ان هو كان مامور مني ان انا لو انا عايز اكمل برمجه في الكليه في الجيش نفسه في اداره نظم معلومات، ان انا اكمل خدمه. يعني هتنزل خدمه تكتب برمجه الصبح، ما نزلتش خدمه مش هتكتب برمجه الصبح. تخيلوا كميه الجهد، ولكن دوسنا على نفسنا الحمد لله. فجزء اساسي من التعلم هو فكره ان انت يبقى انت عندك الباشن، ان انا عندي الهدف اللي انا بدور عليه، وان انا محتاج ان انا اطوره وامشي فيه. تمام. احنا هنخش دلوقتي يا ايناس وهنتكلم. انا عاجبني جدا الناس اللي هي بتكتب في الشات، بتدردش معانا كده في الشات. بالعكس انا من الناس المحبذه جدا. ان شاء الله النظام بتاعنا في المحاضره هيكون اللي حابب يسال سؤال يفتح المايك عادي ويسال، ويقفل المايك تاني ويمشي عادي. تمام. والجزء الثاني اللي حابب برضو ان هو يدخل معانا في اسئله على الشات عادي براحته برضو. طيب سيمبيان، بس سيمبيان ما مشيش قوي يعني. تمام. طيب فدي بدايه. انا حابب الناس اللي هي مين يعني هناخد كده يعني واحد او اتنين كده يكلمونا كده هم احتكوا بالبرمجه، اللي حابب يعني يرفع كده فلاج بايده كده. محمود، احمد، حسني، مصطفى، نزل ايدك كده لو مفيش اي حاجه. واللي حابب كده يتكلم يرفع ايده كده يقول مثلا انا والله دخلت في مجال البرمجه، ويعرفنا بنفسه لو هو حابب. سريعا يلا، مين حابب ولا كله مكسوف كده؟ حد حابب يدخل معانا كده ويدردش كده احتك ازاي بالبرمجه؟ يا جماعه صحصحوا كده، مفيش كسوف يا جماعه. مم. مفيش حد. طيب احنا هنتكلم دلوقتي ايه هي البرمجه. هي فكره احنا بنحاول دايما نتجه ليها، ان احنا بنحاكي الجهاز بتاعي عن طريق شفرات. انا بكتب كود بيبدا يتكتب ويمشي ويتحرك ويفهمه الجهاز بتاعي عن طريق ممكن لغه من اللغات اللي هي اسمها الزيرو والوان. تمام. يعني لما اجي اقول له حرف الايه، هو عارف ان الايه دوت بيطلع حاجه معينه وبيبدا يحاكيها وبيفهمها. تمام. فدي نقطه سريعه كده عن البرمجه، وان هي حاجه احنا بنحاول نحل بيها مشكله خاصه بينا، وبنتجه الى ان ايه هي المشكله الاول وبنبدا نحلها ازاي. وده سلايد من السلايدز اللي احنا هنتكلم عنها. فده جزء من الاجزاء، وبعد كده هنبدا نتكلم عن ايه هو الكود، وهنبدا نتكلم عن امثله نجحت جدا في تراك البرمجه لما هم دخلوا في البرمجه. تمام. في البدايه خالص في ناس كتير قوي بتحب تتكلم تقول طب انا في كليه تجاره، انا مش عارف في كليه تربيه نوعيه، انا ماليش اي علاقه بالبرمجه. انا دلوقتي هل السوق هيرفضني ولا لا؟ احب اقول لكم ان انا حاليا دلوقتي في السعوديه شغال في احدى الوزارات، معايا ناس خارجين تجاره عادي وبيكتبوا كود شاطرين جدا متفوقين جدا، بيقدروا يطلعوا اوتبوت محترم جدا، والناس بتعترف بيهم از توب بروجرامرز اللي موجودين معانا في الوزاره. فدي اول نقطه احنا نتجاهلها. ودي ناس متخرجه من كليه تجاره ما عندهمش اي بيهيفير او عندهم اي معلومات عن البرمجه بابعد ما تتخيل. يعني هو ما عندوش اي معلومه خالص ايه هو الالجوريزم، ايه هو الداتا ستراكشر، ايه هي الانفراستراكشر الى اخره. هو ما يعرفش عنها اي حاجه، ولكن اتعلمها تطورا واحده واحده في مجال البرمجه. تمام. وخصوصا لما بتبدا تخش وتحتك بمجالك بحاجات تخص البرمجه. تمام. طيب ازاي بدات البرمجه؟ كان قصه البدايه للبرمجه، خلينا نتكلم ان بدايتها حاجه غريبه جدا. تمام.
كان في شاعر زمان، راجل بيحب الشعر والحب والغزل. ايه اكتر حاجه مطلوبه في السوق؟ هندخل دلوقتي هنتكلم في الموضوع دوت احنا. لما كان بيتكلم عن واحد شاعر من الشعراء بيحب دماغه دايما بتوديه في ابداع، وان هو يفكر انت عارفين الشعراء بقى لما يحب يخش في شعره ويتطرق بعيدا، ودماغه وخيالاته تتطرق بعيدا ايناس ليه ما ردتش؟ عايز اعرف كمان. ما انا قلت لك ان هي هتيجي كل الكلام ده هتيجي دلوقتي. تمام. فنقطه من النقاط. تمام. فبدا ان هو يخش في شعره بابداعاته بتخيلاته، واتجوز واحده من اكتر الناس المعاصرين للرياضيات. ده الكلام دوت زمان جدا، تقريبا في 1800 شويه. ومن تدرجها في الرياضيات وبدات شاطره جدا في الرياضيات، حست ان الراجل ده ممل جدا، تافه، ما عندوش اي هدف. جابت واحده اسمها أدا. بعدين أدا ديت بتحب باباها وفي نفس الوقت بتحب مامتها. مامتها بدأت انفصلت عن باباها لأن هو تافه، ما عندوش شايفة كده ان هو تافه، ما عندوش أي هدف. فبدأت ان هي تحاول بقدر المستطاع تعزل بنتها عن باباها، فراحت علمتها الرياضيات، شايفة ان الرياضيات وتعلمها للرياضيات هيبعدها عن التفاهة. فراحت للرياضيات، وفي نفس الوقت الحمد لله ان هي ما بعدتش عن دماغها عن فكر الابداع والتخيل. ففي فتره من الفترات بدات تطور نفسها في التعليم، دخلت اشتغلت مع حد بيطور فكره محاكاه الحسابات، بيحل الحسابات عن طريق الرياضيات، وفي نفس الوقت عن طريق ان هو بيقول للاله ديت 1+1 بكام؟ طلع له 2. وبمعادلات معقده بدات تتطور تدريجيا الى اخره من التعقيد اللي وصلت بيه. تمام. وبدات حياه البرمجه تتدرج في العمر من لغات برمجه قديمه جدا، وبدا رجع تطويرها مره ثانيه عن طريق فكر وتمرس من الناس اللي طورت البرمجه دي. تمام. فبدات الحياه في البرمجه ان هي تدخل في البدايه، يعني من 1991 دخلت البايثون. مين يعرف البايثون؟ اللي يعرف البايثون ريز هاند. ها، مين يعرف البايثون يا جماعه؟ محدش يعرف بايثون؟ عايش. احمد خالد، ممتاز. تعرف ايه عن البايثون يا احمد؟ دخلت احتكيت بيها يا احمد يا خالد؟ افتح كده ميوت ميوت للمايك واتكلم عادي لو حابب يعني. ها. طيب. فالبايثون في 1991 دخلت بفكر ان هي عايزه تكتب لغه برمجه بتحاكي الكلام اللي احنا بنقوله. فبيقول له مثلا برنت كلمه، فبيقوم اعمل لها برنت ظاهره قدامك على الجهاز. لما تيجي تقول له برنت هالو وورلد، الكلمه اللي احنا كلنا دايما بنبدا بيها في اي تعلم، يقول لك ابدا نتعلم بهالو وورلد. ففي البدايه خالص دخل في البايثون ان هو يقول له كلمه بالظبط. دي حاجه من الحاجات يا احمد يا خالد ان هي لغه سهله جدا في التعليم. عشان كده لسه كنت بقول ان انت بتقول برنت الكلمه فيبدا يعمل لها برنت. بالظبط. اوبن ريسورس او مفتوحه المصدر، اوبن سورس، سوري. تمام. مظبوط. هنبدا بعد البايثون. اتطورت الفكره مع بيل جيتس، وبدا يطور لغه كان في البدايه خالص كانت اسمها التير بيزك. تمام. وبدات تتطور لحاجه اسمها سي شارب، نزلت في سنه 2000. وبعد ما دخلت في سنه 2000 تطورت، عاشت فتره، خلينا عارفين ان هي عايشه، ما ماتتش. مش زي البايثون وقف شويه كده ما حدش يعرف عنه حاجه، لان اغلبنا تقريبا عارف ان البايثون بدا في 2014 او 2015، صح ولا ايه؟ فبدات في 2003 نزلت لغه برمجه اسمها سكالا، وبدات سكالا تعيش حياتها وتتطور. وبعد كده نزلت في 2014 ال HTML، وال HTML بدات تتطور هي الاخرى. تمام. فبدا التراك يتوسع لحاجات كتيره جدا. فالسي شارب عاشت من مظبوط يا ندى، بتستخدم الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هي اسلوب البرمجه الكائنيه. ودي حاجه من الحاجات اللي بتجاوب على سؤال ايناس، ان هي بتتعلم ان انت ازاي بتبني كائن جوه البرمجه بتاعتك. تمام.
والكائن ده ازاي هتعرفه بعدين في الكورس بتاع جسور المعرفه، ان هي بتتكلم انت ازاي هتبدا تبني الجزئيه دي. ماشي. فبدات تخش ال HTML، السي شارب بقى بيبني حاجه معينه، وال HTML بيرسم حاجه معينه، فبداوا يخشوا مع بعضيهم. في ناس بدات ترسم ال HTML مع CSS في حاجه اسمها ال MVC. ال MVC حاجه اسمها موديل فيو كنترولر، ودي حاجه من اللغات اللي اتطورت عن طريق السي شارب. فالسي شارب فضلت عايشه من سنه 2000 الى يومنا هذا في 2021، وانا احد المطورين في او احد المبرمجين. طبعا احنا بنتكلم عن المبرمجين از بروجرامر او مطور از ديفلوبر، ان هو بيخش يكتب برامج او بيطور برامج عن طريق لغه السي شارب، ولكن لست مطورا للغه ذات نفسها. تمام. لحد النهارده 2021 سي شارب بدات تنفتح جدا، وعملت حاجات ولغات كتيره جدا. بدات في سي شارب، بعد كده بدات في دوت نت فريم ورك، بعد كده فريم ورك 3.5، بعد كده 4، بعد كده 4.6 .7، بعد كده دخلت في حاجه اسمها اي اس بي دوت نت، بعد كده دخلت في حاجه اسمها اي اس بي دوت نت ام في سي، بعد كده دخلت في اي اس بي دوت نت كور، بعد كده كور 2.1، بعد كده كور 2.2، بعد كده 3.0، بعد كده 3.1، بعد كده دوت نت 5، بعد كده دوت نت 6 نازل في شهر 11 الجاي. وبدات تطور ان انت ازاي تعمل ابلكيشن بكود واحد يطلع لك موبايل ابلكيشن، ويطلع لك ويب ابلكيشن، ويطلع لك ديسكتوب ابلكيشن. ودي حاجه من الحاجات والمميزات اللي موجوده في السي شارب، يمكن دونا عن غيرها من اللغات. اغلب اللغات الثانيه بكود واحد ممكن تعمل لك ويب ابلكيشن، ممكن تعمل لك موبايل ابلكيشن، ولكن ليس الاثنين مع بعض. ولكن بدات لغات في 2019 نزلت زي لغه الفلاتر، بتعمل لك موبايل ابلكيشن وويب ابلكيشن في لحظات يعني واحده، ولكن ما تقدرش تعمل ديسكتوب ابلكيشن زي ما الحاجه اللي قدرت تحققها مايكروسوفت في فكره الدوت نت. سؤال من اسئله ايناس كانت بتسال عن هل البرمجه بتضيف ايه للشخص؟ بتضيف حاجات كثيره جدا. اول حاجه من الحاجات الكبيره جدا، بتوسع مدارك الشخص جدا. عارفين لغه الالغاز؟ لما انت بتيجي تحل الغاز، صح ولا لا يا ايناس؟ بتبداي تخشي في فكر ان انا عايز احل اللغز ده ازاي، فبتخش مع البرمجه انا عايز احل اللغز واكتبه. يعني انا عايز احل اللغز واكتب حل اللغز ده عن طريق لغه البرمجه اللي انا اتعلمها. فبدا الموضوع يتوسع، مش مجرد ان انا بنمي ذكائي فقط، لا ده انا بنمي ذكائي وطريقتي للكتابه. يعني ممكن واحد يكتب الكود دوت في 10 سطور يحل له مشكله، وواحد تاني ممكن يكتب سطر واحد فقط يحل له المشكله. فبدا هنا ذكاء الشخص واستعماله للبرمجه بدا يطور من ذكائه جدا. وهنبدا نخش في الكلام دوت، وهل الفاليو ديت بتحصل عن طريق حاجات كتيره تانية هنتكلم فيها لما جه معانا بيل جيتس ومارك زوكربيتش وغيرهم من الناس اللي احنا هنتكلم عنها. تمام. فدي حاجه من الحاجات اللي انت بتقدر تعملها. حاجه تانية من الحاجات اللي انت لما بتيجي تتعلمها في البرمجه، انت ممكن تتعلم حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي، صح ولا لا؟ الروبوتس اللي احنا بنشوفها، الروبوت ده بيتحرك ازاي؟ العربيات اللي نازله اليومين دول، العربيات اللي نازله ان هي ازاي بتركن العربيه لوحدها. ده حاجه تطور كبير جدا، ضافت للانسان ان هو بتدي له اريحيه ورفاهيه كبيره جدا، بيخلي العربيه تركن لوحدها عن طريق بس لغه برمجت عليها. تمام. طبعا عن طريق الاكواد. ويمكن باشمهندس محمود موجود معانا هيتكلم عن نفسه كمان شويه، واحد الناس اللي اشتغلت في الامبيدد سيستم. والامبيدد سيستم هي احد الحاجات اللي تخص مجالنا في البرمجه، وكان يمكن من عصر قديم شويه، من سنين طويله تشتغل امبيدد سيستم، صح ولا يا باشمهندس محمود؟ وقدر يطور المجال. فانا حابب برضو باشمهندس محمود تكلمهم كده بشكل ملخص كده سريعا عن حضرتك والامبيدد سيستم، انت ازاي قدرت تتطور فيه. اتفضل. تمام، شكرا يا باشمهندس احمد. معاكم المهندس محمود سيد علي، امبيدد سيستم ديفلوبر سابقا. طبعا يعني الحمد لله انا الكارير بتاعي مر بمراحل كثيره خلال اكثر من 20 سنه. بدات في الامبيدد سيستمز، وكان لنا الحمد لله بصمات كويسه جدا في الار ان دي سنترز اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت. وكنا عملنا حاجات الحمد لله كويسه، زي عملنا اول عداد كهربائي في مصر غير العداد الميكانيكي. اول عداد اللي هو اللي بيعتمد على البريبيد اللي هو الكارت، كان ده كان كله سنه 2000. اللي هي حاليا دلوقتي بقت الدنيا
كلها شغاله عن طريق البريبيد كاردز. عملنا شغل حاجه ما يسمى بالديجيتال ريلي، كان اول ديجيتال ريلي في مصر. فالحمد لله يعني طورنا كتير في المجال، واشتغلنا في حاجات ديفايسز كتيره جدا. كان اول مره ناس تشتغل فيها في مصر، زي مثلا ان الداتا ننقل الداتا بتاعه العدادات عن طريق الباور لاين، عن طريق خطوط الكهرباء. ده كله طبعا الشغل اتعمل باكواد، برضو زي باشمهندس احمد بيقول. الاكواد دي كان بنشتغل فيها بالسي والسي بلس بلس. وطبعا التطور بعد كده بتاعي في الكارير، وده اللي هنتكلم عليه برضو، محتاجين نبقى نتكلم فيه. ان الكارير ما بهوش مش هو بس الديفلوبمنت، لا الكارير كبر عن كده. المجال البرمجه بقى فيها كاريرز كتيره وبوزيشنز كتيره، من ضمنها كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. وده اللي ممكن برضو ان شاء الله نتكلم عليه بسرعه شويه في اخر المحاضره. بس طبعا ان شاء الله مستقبلا ممكن نبقى نتكلم عليه اكتر واكتر بتفصيل اكتر واكتر. اتفضل يا شمس. تمام يا هندسه. ودي حاجه من الحاجات اللي بتطور المجال باشمهندس محمود، ان ازاي في سنه 2000 بيتكلم عن ان انت تتعامل مع كروت تحل لك مشاكل عداد كهرباء. تمام، متخيلين الكلام يا جماعه؟ في احدى الشركات اللي موجوده حاليا دلوقتي ليها فرع في مصر، شركه فاليو، صح ولا يا باشمهندس محمود؟ شركه فاليو هي احدى الشركات اللي بتتعامل مع الامبيدد سيستم، وبتخلي انت ازاي تخلي العربيه تتحرك لوحدها، ازاي العربيه تعرف طريقها، ازاي العربيه تمشي بسير معين. ودي حاجات اوبشنز موجوده دلوقتي، صح ولا لا؟ فبقى الامور والطرق اللي بتتحرك معانا في تطور البرمجه بشكل واسع جدا، ان الناس بدات تتسابق في ان ازاي اطلع فكره ممكن تغير مستقبلي تغيير جذري. تمام، احنا حاليا مثلا في السعوديه سيستم ابشر. مين يسمع عن ابشر؟ يمكن قليل من مصر يسمع عن ابشر. ابشر ده سيستم يا جماعه بيربط كل ما هو حكومي عن طريق الابلكيشن. عايز تطلع جواز عن طريق ابشر، تخش عن طريق الابلكيشن وتقول يا جماعه بعد اذنكم فتره الكورونا، مين حضر فتره الكورونا؟ الكورونا اغلب الناس بقت تقعد في بيوتها، واغلب المبرمجين بقوا مطلوبين على مستوى العالم. مطلوب على مستوى العالم ليه؟ لان انت شغال من البيت، قادر تأدي الغرض اللي مطلوب، وان انت تحقق بنفيتس كبيره جدا وفوائد محدش قادر يوصل لها. بقى نسبه رواتب الناس على مستوى العالم عالي جدا. تمام، فحاجه من الحاجات اللي اتطورت في مجال البرمجه. تمام. شعبان، انت ممكن لو الصوت مش شغال بس استخدم يوز الانترنت ساوند، يعني استخدم تمام. ندى هي تقريبا عارفه الموضوع بتاع ابشر. فحاجه من الحاجات اللي انت بتشوفها انت ازاي وانت قاعد في بيتك بتطور في نفسك وعمال شغال وبتجيب فلوس وداخل في شغل فريلانس، تقدر تخش تشتغل عن طريق اب وورك وانت قاعد في بيتك. لان اغلب عندنا مثلا يقول لك مثلا في جزء من البنات ما بتحبش انها تحتك بالسوق، خصوصا ان السوق في مصر او في اغلب الدول العربيه المايند سيت بتاعته او فكره ان هو شويه ضد المراه. فممكن البنت تبقى قاعده في بيتها ومدخله ربح كبير جدا. انا قعدت فتره كبيره جدا وانا تقريبا في ثانيه ثانوي اشتغلت على بروجرامنج مع واحد الماني وواحد بريطاني وثلاثه هنود. انا فاكر بابا بيقول لي يا ابني انت بتجيب الفلوس منين؟ انت بتسرق مين؟ قلت له بابا بس سرقه ايه بس يا بابا، ده انا شغال في يعني عادي شغال كده مع ناس اصحابي بنخش نبرمج حاجات والكلام ده. فكانت حاجه من الحاجات اللي والدي كان مستغربها، يعني مش احمد اللي يعمل الكلام ده. يمكن باشمهندس محمود حضرني من وانا صغير جدا، يعني مش بكبر في عمر يا باشمهندس محمود، ولكن من الناس اللي حضرتني وانا صغير وشقي يعني. تمام، ما حدش كان متوقع مني اصلا ان يطلع مني فاليو اصلا. تمام، ولكن بيهايند ذا سين انا قاعد طول اليوم على الكمبيوتر. بابا بيقول لي انت مش وراك غير القعده على الكمبيوتر واللعب يا فاشل. انتوا عارفين الكلمه اللي بتتقال دي. احب اقول لكم ان انا اتخرجت الثاني على الدفعه. قعدت 3 سنين الاول على الدفعه في سنه اولى كليه، ثانيه كليه، ثالثه كليه. وجيت في سنه رابعه كليه جبت الثاني. اتعرض عليا ان انا ادخل كمعيد في الكليه ولكن رفضت. طبعا انا عندي البيت كله اكاديمي، عندي والدتي دكتوره في الجامعه عندكم في جامعه الفيوم. فازاي بقى يعني ماما وعمامي انت ازاي تسيب الفرصه اللي في ايدك؟ يعني مش معقوله يا ابني، ما تجنناش يعني، حرام عليك تعبتنا يعني، جبت لنا العصبي يعني. فلما جيت بعد ما اتخرجت، مثال من الامثله اللي انا بتكلم عليها احنا ليه بنتعلمها كعلم وكفكر،
وبرده كحياه. انا معلش انا مش هروح اتعلم برمجه عشان خاطر اعيش في الكارير بتاعي. فكانت انا فاكر اول انترفيو ليا كان في شركه اسمها 83. انا مشكور جدا طبعا لاحد الناس المؤسسين ليها باشمهندس احمد زكريا، بفتكره دايما بالخير. كان بيقول لي في الانترفيو اتسالت، يعني سالت سؤال في البرمجه، اتسالته وجاوبته وكنت الحمد لله كويس جدا. فبيقول لي طب بص يا باشمهندس معلش انت هتبدا معانا 4:30 فلو هينفع معاك. فانا بيني وبين نفسي بقول ايه 4:30؟ هو في شغل بيبدا الساعه 4:30؟ يعني ايه الشركه فانا اديته اكشن كده غريب، استغربت كده، وشي وانطباعات وشي ما كانش مبسوطه. فبيقول لي انا عارف ان يعني 4000 ونص ديت يمكن مش رقم، ولكن يعني هيبقى بدايه كويسه ان انت تبقى. سامعيني كده يا جماعه؟ سامعيني؟ مش عارف المايك عمل ميوت لوحده. تمام. وصلت لحد فين طيب لحد ما عمل ميوت لوحده؟ طب انا وصلت فين طيب يا احمد يا خالد يا سيد يا ربيع؟ الانترفيو بتاعك اه 4:30. ايوه بالظبط كده. فلما دخلت لما هو بيكلمني لحد الشركه 4:30 بالظبط، فهو بيقول لي هتبدا 4:30. فانا قلت ايه 4:30 اللي بيتكلم عنها دي؟ فانا ما اتبسطتش زي ما قلت لكم. وجات حته ان هو انا عارف ان ال 4500 ديت رقم مش كبير ومش عارف ايه، فمعلش يعني انا عارف ان هي بدايه. فايه ده بيكلمني عن 4500 جنيه في البدايه، ده رقم كويس جدا. ده الكلام ده في 2014 تقريبا او 2015. ف فبعدين لا ما تخافش يا احمد، الاكونت بريميوم يعني. فجه قال لي روحت البيت قلت لماما ماما انا هبدا ب 4000 ونص. فقالت لي ايه ده؟ الف مبروك، ده احنا عندنا بيبداوا في الجامعه ب 1500 وب 2000 وب 3000 جنيه. لا انت كده زي الفل، طريقك زي الفل مش مسدود زي الاول. فكانت حاجه بالنسبه لهم يعني لا ده في حاجه غريبه احنا ما نعرفهاش بتتحرك في الدنيا واحنا ما كناش واعيين عليها. لان اغلب الناس دايما عندنا بابا وماما دايما بيشوفوا ان يا بابا ما تقعدش على الكمبيوتر، يا حبيبي يا حبيبي سيب الكمبيوتر، يا بابا يا بابا انت عينك يا حبيبي والكمبيوتر. فانتوا عارفين القصه دي. فبدا الموضوع يختلف تماما. واخده بالك يا ايناس؟ عرفنا ليه نتعلمها على المستوى العقلي والتراك الجسدي والتراك المادي. عرفناه، دخلنا في التراك خلاص. جاوبت على السؤال يا ايناس؟ زي الفل. هنبدا بقى نخش ايه هو بقى الكود بقى. انا قلت كلمه، بصوا يا جماعه انا قلت الكود في اول المحاضره، وحابب بقى حد من الشباب يرد عليا ايه هو الكود. يعني انا قلته في الاول وحبيت ان انا ارجع. طبعا هي بتزود معدل الذكاء كتير جدا، تعلم الصبر كتير جدا، كل دوت بوينتس هتيجي مظبوط. انا عايز بقى حد يرد عليا يعني ايه كود من الناس المستمعه. هو ما يكون في تقريبا السلام عليكم الأول. سلام ورحمه الله. هو تقريبا الكود بعض الأوامر مثلا، تمام. كلمات معينة، امم سينتاكس يعني مظبوط. اللي هي بتاع اللغة، طريقة بنتعلمها مثلا عشان نعرف عشان نكتب ايه لما هتيجي انت نكتب تكتب الكود، مثلا. الأمر اللي أنا انت عايزه بعض. يعني الامر مثلا دوت هيفيد في ايه طيب؟ إيه يعني انت مثلا هيفيد، لو قلت له مثلا دلوقتي هينفذ أمر. محمد احمد حسني، مم. هيفهم مين محمد احمد حسني؟ لا أنا مش هدخلها له، هدخلها بلغة البرمجة اللي أنا هتكلم بيها. يعني أنا تمام هحول طريقة كلامي للغة نفسها. تمام. اللغه اللي هي احنا بنتعلمها مثلا هي for مثلا example السي بص، شارب. هو أولا أنا مخلص C++،
ممتاز. اوبجكت اورينتد بروجرامنج مع محمد الدسوقي، دكتور محمد 10 على الدسوقي. 10 10 على 10. تمام. فل. فمحتار بقى ادخل ايه مثلا. ممكن احنا بقى يعني مثلا تقول هنخش لو هنتكلم، حابب احنا مثلا بعد هندي. الكليه، وانا لسه في كليه طالب يعني، لو حابب اه. مثلا بعد الكليه م. اني اسافر مثلا. طيب احنا ادخل ايه؟ خلينا نتفق ان احنا دلوقتي بس هنتكلم عن الكورس كده او سوري، عن المحاضره ديت في البدايه خالص، وهنخش بعض يعني في اخر المحاضره خالص نقعد ندردش مع بعضنا كلنا. هي اوبن تايم هنتكلم فيه، كل واحد فينا يخش براحته كده يدردش. يا جماعه انا عايز كانك كده طبيبك النفسي في مجال البرمجه. متفقين؟ هنخش بمحاضره اسمها ايه في الاخر؟ احنا بدل ما نقول شكرا وقت الاسئله هنقوم قايلين ايه؟ طبيبك النفسي في مجال البرمجه. متفقين يا جماعه؟ افتكروا الكلمه دي عشان اسالكم واقول لكم ايه هي الكلمه دي. ماشي؟ فالكود يا جماعه، اول حاجه ايناس، خلينا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نخش في التراك، ما نطلعش شويه بره الخوارزميات او الالجوريزم. هي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في البدايه عن جزئيه الرياضيات. الخوارزميات، ودي نعمه علينا احنا كعرب، ان الخوارزمي لما بدا يالف الرياضيات وكتبها وطريقتها، هي حاجه بيطبقوها دلوقتي بعلم الخوارزميات عشان خاطر اشتغل بيها في مجال البرمجه. دايما يقول لك، او هي مفهوم كده غيروه الاجانب لحاجه اسمها البروبلم سولفنج. تمام؟ المحاضره بقى لها تقريبا نص ساعه يا محمد يا كمال، ولكن ما فاتكش حاجه ان شاء الله. تمام؟ فالكود هو طريقه. انا مثلا هتعلم سي شارب، فالسي شارب بكتب بطريقه السي شارب شويه اكواد او سطور. ما بحبش ان انا بصراحه اقول لها كلمه شفرات، لان بحس الناس لما بتيجي تقول لها ده احنا بنكتب شفرات تحس ان هو داخل هيخش هاكينج على طول، طريقك الى الثقب الاسود. تمام؟ وده حاجه مش من الحاجات اللي انا بحب اقول اسمها شفره، هو اسمه كود. تمام؟ حاجه بيكتبها عن طريق اللغه اللي انا بتعلمها، زي ما انا بكلمكم عربي فهي لغتي عربي، فلو انا لما باجي اقوم قايل كلمه ازيك، انت على طول ترجمتها لايه؟ ان هو انت بتسالني انا عامل ايه، صح ولا لا؟ فهو الكود نفس الكلام، انا بكلم الجهاز عن طريق لغه هي مفهومه بالنسبه له، زي مثلا بقول له كونسول دوت رايت لاين، او عندنا مثلا زي محمد كان مثلا انت عندك مثلا سي اوت صح، او سي ان صح للكلمه. فالسي اوت والسي ان بالنسبه للجهاز عارف ان هو هيستنى جمله تدخل له، او السي اوت جمله هتخرج له، صح ولا يا محمد؟ الكود مجموعه من الكلمات بلغه معينه اللي بتحول لغه الاله عن طريق المترجم لتنفيذ امر معين. اختصار جميل جدا يا محمد ابو النيل، محمود ابو النيل، ان هي مجموعه من الكلمات اللي فاهمها الجهاز او الكومبايلر. خلينا نقول كلمه كومبايلر، نحاول ندخل نطعم اللغه بتاعتنا بشويه كلمات انجليزي عشان نقدر نبحث عنها. تمام؟ الكومبايلر اللي هو الجهاز البروسيسور بتحولها له ل 01 فيفهم اللي انت بتقوله ده ايه. ماشي؟ انا حابب دلوقتي هنبدا نخش كده عن ناس وقصص ناس دخلت في تراك البرمجه، وتراك ازاي اتطوروا وازاي بقوا من اساطره البرمجه. تمام؟ اول حاجه هنتكلم عن بيل جيتس. طبعا انتوا عارفين بيل جيتس صح؟ حد مش عارف بيل جيتس؟ مين بيل جيتس يا جماعه؟ عارفين بيل جيتس؟ مين بيل جيتس؟ بتاع ايه ده؟ شغال ايه ده؟ ها سامعين يا شباب؟ هو أسس مايكروسوفت تقريبا. احسنت صح. تمام مظبوط. بيل جيتس يا جماعه قبل فكره مؤسس مايكروسوفت، بيل جيتس وبول الين كان اتنين شباب اصحاب كده دايما عندهم الهوس للبرمجه، بيموتوا كده في البرمجه. جم في سنه 1995 قال لك احنا عايزين كده نعمل كده جهاز يعني ايه، اقول له شويه حاجات كده يفهمني كده، انت فاهمين؟ فجت في شركه اسمها ام اي تي اس ديت قالت ان احنا هنعمل، مش اي تي اس بتاعتك يا باشمهندس محمود، ام اي تي اس دي حاجه ثانيه. تمام؟ عملت جهاز اسمه التير. تمام؟ التير ده 8800، ده لو حد عايز يسرش عنه ان هو جهاز مجرد بيفهم شويه حاجات كده، اللي هو فاكرين كده الكيسه، عارفين الكيسه يا جماعه؟ حاجه شبهها كده. تمام؟ راح عرض عليهم ان هم بداوا يفكروا ان انا عايز اخش على حاجه انا اكلمها، اللي هو احنا لسه كنا بنتكلم عن موضوع الكود، حاجه هو هيكلمها يخش يفسر لغه انا بقولها له. فبدا بلغه اسمها البيزك. تمام؟
وعمل حاجه اسمها انتربريتر اللي هو المفسر بتاعي اللي بيفسر لي الكلام دوت، ان هو ان انا مثلا نقول له كلمه فيفهمها. فعن طريق حاجه اسمها البيزك، عمل لغه اسمها بيزك. عارفين فيجوال بيزك طبعا صح؟ بس هو كانت اسمها بيزك في الاول مش فيجوال بيزك. تمام. وبدا يكلم الشركه دي يا جماعه، طب احنا عايزين نعمل شراكه بيننا وبينكم ان احنا نستخدم الهاردوير بتاعكم، الهاردوير اللي هو الجهاز اللي انتوا عملتوه ده، وهندخل عليه الجهاز اللغه بتاعتنا وتفسروه. تمام. وهقول لك ان هي اللي بتدرسه في الكليه مش هتشتغل بيه، يعني الفيجوال بيزك مش هتشتغل بيه. تمام. وعملوا حاجه اسمها التير بيزك، عملوا لغه اسمها التير بيزك مش فيجوال بيزك. تمام. وبعد كده قالوا طب احنا ليه ما نطورش نفسنا ونعمل شركه مايكروسوفت؟ فبدات في البدايه خالص مع مايكرو داش سوفت، علامه الناقص سوفت. بعد كده اتطورت لحاجه اسمها مايكروسوفت. انتوا عارفين ثوره ثروه بيل جيتس دلوقتي كام؟ حوالي 80 مليار دولار من فكره بداها، وكان عنده باشن وموتيفيشن ان هو يبنيها وطور من نفسه ودخل المجال، وبدا عن طريق الفيجوال بيزك او سوري الالتير بيزك مع شراكه مع حد. عادي يا جماعه بعد اذنك احنا عندنا في اقتراح هنعمله، وخد ايه رايك تطور الفكره دي معايا؟ وطوروا الفكره دي، طلعوا لغه، وبعد كده عملوا الشركه وبقى من اغنى الناس. كان في كلمه مشهوره جدا لبيل جيتس، مين عارفها؟ ان لو الفلوس وقعت هيعمل فيها ايه؟ لو في فلوس وقعت من جيبه يقول لك انا مش هتعب عشان خاطر انزل اجيبها، لان في الوقت اللي انا هنزل اجيب به الفلوس ده هتكون اتعمل لي مبلغ داخل لي تقريبا اضعاف مضاعفه بالملايين عادي. تمام. ولكن هي كلمه صيغه مبالغه من كلامه، يعني ان هو عمل منزل اجيب الفلوس من الارض ده يكون كده خلي فلوس غيرها كتير. تمام. عندنا برضو فكره مارك زوكروفيتش. امين اكيد ما فيش حد مش عارف مارك زوكروفيتش صح؟ او زوربيج، يعني في ناس بتقول زوكروفيتش او غيره من الاسماء. مارك مين عارف مارك يا زوكربيرج جماعه؟ مؤسس او فيسبوك. زوكروبيرج بتاع فيسبوك. حد عارف قصته؟ طيب يحكي لنا. ها، حد عارف مارك يا جماعه؟ يخش لنا كده في قصته. مارك يا جماعه هو شاب شاطر جدا. لا ما كانش فاشل جدا دي في الكليه بتاع خناقات بيطلع المطوه كده وبقول لك ايه. لا مش المفهوم ده يا جماعه. هو كان فاشل في الكليه لان هو كان بيركز في البرمجه. تمام. عارف انت لما تيجي تركز زي ما انا كده مثلا كنت 3 سنين الاول على الدفعه وجيت في السنه الاخيره جبت الثاني، كانت مصيبه. انا كنت فاشل كده بالنسبه للعيله. تمام. مارك زوكربيرج لما كان شغال في الثانويه كده، بابا كان مهتم جدا ان هو يعلم مارك بالحاجات اللي هي تخص البرمجه، وان هو شايف ان البرمجه دي حاجه من الحاجات اللي هتطور العالم جدا وهيبقى ليها نقطه من النقط. ودي ميزه من مميزات ان الاب ازاي بيشوف الاختيار الصحيح لابنه ومش بيوديه، لان هو شايف ان دماغه شاطره جدا في الرياضيات والبرمجه والكلام ده. وحتى ساعتها كان جايب له مدرس خصوصي كده عنده في البيت اسمه ديفيد نيومان، وديفيد ده كان بيعلمه الالتير بيزك. واخدين بالكم؟ وبدا عمل حاجه كده ميديا بلاير شغله. تمام. وبدات مايكروسوفت بقى اللي هي كانت لسه من شويه قالت له طب ايه رايك يا مارك، احنا هنيجي نشتري منك الابلكيشن دوت توتو على كبوته كده، هنديك مبلغ وتخش معانا في الشركه وهنشغلك وهنعلمك وهنربيك وهنظبطك. فراح رفض، قال له يا باشا الابلكيشن دوت هيفضل كده مجانا وهيفضل طالع على العالم، انا حابب ان انا يطلع كده. تمام. دخل جامعه هارفرد. طبعا هنا بقى الفشل اللي بيتكلم عليه احمد خالد، ان هو دخل في الخناقات ومش عارف ايه والمشاكل، لان هو حابب ان هو يتراك البرمجه. وكانت مشاكله ان هو دخل مع ناس اصحابه عملوا حاجه اسمها ذا فيسبوك، عمل كوميونتي كده جوه الجامعه. مش هنخش في قصتها لان قصتها طويله وتقريبا 3/4 شاف الفيلم بتاع مارك. تمام. فعمل ذا فيسبوك، وبعد كده حوله لفيسبوك دوت كوم، ودخل له حوالي 5 مليون شخص بيخشوا على الابلكيشن ده في ساعتها. تمام. وبعد كده وصل عدد الناس لعدد مهول جدا على مستوى العالم. انتوا عارفين انه وصل ارقام كبيره جدا، ووصل ثروته يا جماعه لحوالي 70 مليار دولار. 70 مليار دولار. وكان في وقت من الاوقات هو الاغنى على مستوى العالم، ان لم يكن الى الان هو الاغنى. تمام. لان هتشوف بعدين القصه بتاعت الراجل اللي بعده اللي هو براين اكتون. وبراين اكتون ده يا جماعه كان واحد على باب الله كده. يا سلام عليك، سلام، ممتاز يا ندى. براين اكتون ده يا جماعه قدم في شركه فيسبوك
وقال لهم يا جماعه معلش كده ما تشوفوا كده السي في كده عندكم كده. قال له واحد صاحبه كده ما تدخل لي السي في كده عندكم يمكن نخش كده وننجح. فدخل في السي في بتاعه وقعد مع فيسبوك وعمل شويه انترفيوز والكلام ده. قالوا له يا ابني انت ما انتش فالح، تمام، انت فكرتك اللي انت بتتكلم عنها دي مش هتنفعنا، توكل على الله يا بابا. وساعتها اترفض. ولكن كان رفضه قال في كلام جميل جدا، وقال على تويتر قال ان هو خد فرصه كويسه جدا ان هو يقعد مع ناس يستفيد منهم. بصوا يا جماعه، هنا بقى الاتيتيود يعني ايه؟ نفسيتك كده. انت ما تتكلمش عن الناس اللي ترفضك. ايه يا عم الناس ديت، يا عم دي ناس يا عم وحشه، يا عم دي ناس ما بتعبرناش. هو ده اغلب مشاكل الشباب، ان الشاب دايما اي حد بينتقده دايما بيروح يهاجمه. لا، انا احاول بقدر المستطاع ان انا اخد الوحش اللي موجود عندي، او الوحش اللي انا، او الحلو اللي انا سمعته من الشخص ده بيتكلم عنه. قال مثلا فايده اكس وواي وزد، قال 3 معلومات اكس وواي هي فوائد هتزودني مش هتقللني، واي او سوري وزد نقطه سلبيه او بينتقص مني. انا هاجنور زد مش هتكلم عنها، ولكن هركز مع الاكس والواي، لان الاكس والواي ديت هتاد فاليو بالنسبه لي، هتديني قيمه زياده. تمام. وبدا ان هو طلع فكر مع واحد صاحبه اسمه جان، وعملوا فكره الواتساب زي ما كانت ندى بتتكلم. والواتساب دخل معاه تقريبا لحوالي 400 مليون مستخدم، ورقم كبير جدا. وعرضت ساعتها عليه فيسبوك حوالي 19 مليار دولار عشان خاطر يشتروا منه الواتساب. وكان الكلام دوت تقريبا بعد 5 سنوات من ما هو اترفض. يعني بيتكلم بقى ان انا ايه يا جماعه المبلغ اللي انا كنت بفكر فيه، واللي هو لو انا اشتغلت عندهم، لو انا كنت اتقبلت، انا ما كنتش هوصل للرقم ده. متخيلين القصه يا جماعه؟ مين عارف بقى كيفن سيستر؟ ها، يا سلام يا سلام يا عم احمد. كيفن هنا يا جماعه دايما هو راجل كده عنده ولع جامد جدا بالفوتوغرافر، وان هو يحب ان هو يخش مش عارف ده انا عايز اصور الصوره الفلانيه بالشكل، برغم ان هو مش مجاله اصلا. تمام. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا ناخد بالنا كويس جدا. انا ممكن يبقى التراك اللي انا شغال فيه او اللي انا بدرس فيه، او التنسيق بين دبل كوتيشن كده، التنسيق دخلني الكليه الفلانيه، دي مش معناها ان انا هفضل عايش في قوقعه هذه التنسيق. تمام. او ان انا اعيش في وحل التنسيق والكليه وافضل ادرسها ومش عارف ايه. طب وبعدين هطلع اعمل ايه؟ الله اعلم. اصلا كتير قوي من الناس اللي بيخشوا كليه مش معروف هدفها. يعني ممكن يقول لك مثلا طب انا هخش كليه فور اكزامبل مثلا تربيه نوعيه. طب تربيه نوعيه هطلع اشتغل منها ايه؟ الله اشتغل منها. طب هل ده هيعمل لي كذا؟ طب اللي انا نفسي اعمله طيب ده هيعمل لي ايه؟ طب كليه اداب هعمل فيها ايه طيب؟ بالظبط. واتساب اتباع لا واتساب بتباع ب 19 مليار. لا انا عارف الرقم كويس، انا جايبه من الويكيبيديا بشكل دقيق، مش ب 22 مليار. خلي الثلاثه دول عندي انا، ده مش مشكله. تمام. المهم جه الفوتوغرافر اللي هو اسمه كيفن دوت، اتظبط مع واحد صاحبه، واول حاجه عملها عمل HTML5. خش بقى معايا كده. HTML5 كنا اتكلمنا ان HTML5 اتعمل في سنه كام يا جماعه؟ ها، حد فاكر؟ نرجع خطوه ورا. ها محدش فاكر. 2014. تمام. والمهم الموضوع بالنسبه له ما نجحش، لان هو عمله عن طريق حاجه اسمها بيرب ان. تمام. وما كانش بالنسبه له الحاجه اللي هي عملت طفره والكلام دوت، بالرغم ان في، خلي بالكم يا جماعه، ان عمل له سبورت وناس استثمروا في الموضوع دوت بحوالي نص مليون دولار، ومع ذلك ما نجحش. فراح اتعامل مع واحد صاحبه اسمه مايك، وقال يا مايك بص يا معلم، احنا هنعمل انستجرام ده اتعمل في كام اسبوع تخيلوا؟ حد كده يضرب رقم. اتعمل في حوالي 8 اسابيع. 8 اسابيع قعدوا يبرمجوا فيه، وهو كان بروجرامر شاطر جدا. في 8 اسابيع طلعوا الانستجرام ده يا جماعه، وفي خلال شهرين تقريبا، وصل لحوالي مليون مستخدم. مليون مستخدم. وبعدها في نفس السنه اتضاعف تقريبا ل 10 مرات، يعني حوالي مثلا 10 مليون في سنه واحده في اول سنه ليه. وبعد كده رجعت فيسبوك عرضت حوالي مليار دولار، اللي هي احنا هنشتري منك انستجرام. انتوا عارفين التكويشه بتاعت فيسبوك بحوالي ان هو بس ما كملش 30 سنه، وكان داخل له بس في جيبه كده حوالي 400 مليون لوحده، هو كده مكاسبه لوحده 400 مليون، وهو لسه ما كملش 30 سنه. مين فينا هنا قرب يكمل ال 30؟ انا اول واحد برفع ايدي. تمام.
فلازم احنا يكون عندنا من الناس دي عظه وفكره. دايما احنا بناخد اللي حوالينا عظه، بناخد اللي حوالينا حاجه ترفع النفسيه بتاعتنا لفوق، ان احنا عايزين نتحرك صح في التراك اللي احنا عايزين نمشيه، ونوصل لدرجه من الدرجات من العلم اللي احنا نوصل له ونحققه. ونوصل له يعني هنوصل له، تمام؟ نوصل له يعني ايه؟ يعني هنوصل له. زي ما احنا بنقعد ايام الثانويه العامه نيجي قبل اسبوع نقعد مقضينا فحت ورد، الكتاب بيتاكل بورقه، ما تفهمش انت بتاكل في خص يا بابا. ليه يا بابا بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ عشان عايز احقق درجه تدخلني كليه كويسه. ايه هي الكليه الكويسه؟ ما اعرفش، ممكن يبقى في عندي هدف ان انا عايز اوصل لكليه طب ولا كليه هندسه اللي هو سلو بلدنا، ولكن مش دوت الناس اللي بتدور عليه بره. انا لازم ادور على انا هحقق ايه لنفسي ولذاتي بعد ما اخلص. متفقين يا جماعه؟ خلاص النفسيه عليت، النفسيه عليت. انا عايز اشوف ريز هاند كده يا جماعه اللي نفسيته عليت معايا، ولا نقفل؟ مفيش حد عمل ريز هاند كده يا جماعه نفسيته عليت؟ احمد خالد نفسيته عليت، ندى نفسيتها عليت، ها 2 بس نفسيتهم عليت كده، 3 جهات عاش. ايوه كده، عايز اشوف ريز هاندز على طول. ايوه هو ده الكلام. احنا لازم نوصل بدرجه من الدرجات ان احنا هنوصل، يعني هنوصل. متفقين يا جماعه؟ ايوه كده، ممتاز ممتاز. 10 على 10 شباب. طيب تعالوا بقى ايه، نرفع النفسيه كمان سيكه، نرفع النفسيه كمان سيكه. قال لك ان مرتبات الناس على مستوى العالم حاليا دلوقتي يا جماعه، المينيموم على مستوى العالم، انا بتكلم على مستوى العالم بالدولار، تمام؟ 65 دولار، 65,000 دولار في السنه. في السنه ده متوسط مبرمجين العالم في السنه، 65,000 دولار. وده واحد على قد حاله كده، توتو كده صغنن، مش شاطر قوي ومش ايه رايك؟ مش قوي يعني، تمام؟ وبيوصل ل 86 دوت المتوسط، وبيوصل ل 112 وكمان 120 الف دولار عادي في السنه. ولكن نركز بقى شويه يا جماعه، ان احنا لو تخيلنا ان الرقم ده بالجنيه المصري، هترفض ولا هتوافق؟ حد هيقول لا يا جماعه؟ حد هيقول لا انا مش عايزه بالجنيه المصري، شيل الدولار وحط جنيه مصري؟ حد هيبقى عنده مشكله في الموضوع ده؟ ما اعتقدش. انا بالنسبه لي زي الفل قوي، عادي جدا، تمام؟ هتعيش عيشه فل، تمام؟ وهنتجوز بقى وهنجيب شقه متفقين. خلاص. فبدا التراك بقى، النقطه بقى، طب هم دول شغالين ايه؟ يعني هو الناس اللي هي مثلا شغاله مثلا بمرتبات ديت، يعني بتعمل ايه ديت عشان خاطر تاخد المرتبات دي؟ فبدات البرمجه كل ما بتتطور بتبدا تتكلم عن انت هتمشي ازاي في التراك بتاعك. انت لازم زي ما بيقول كده، انت ممكن يكون عندك العلم، عندك معرفه بكل شيء، ولكن متخصص في شيء واحد فقط. تمام؟ صح ولا لا؟ لان هو يعني لازم تجاذر النولج وتكولكت داتا كتيره جدا، فيبقى عندك العلم كله. ان انا عارف ان مثلا في مجال الطب اكس وواي وزد دول بيعملوا كده، زي مثلا عندك في كليه الطب. خلينا ناخد مثال، كليه الطب ممكن توصل لسنه 6 تقريبا، او السنه الاخيره اللي هي امتياز، بيبقى لسه مش متخصص، وفي امتياز مثلا ما بيتخصصش، ويجي بعدها مش عارف يعمل تقريبا دراسات او حاجه زي كده يتخصص في تراك، صح ولا لا؟ فبياخد كل العلم ولكن بيتخصص في علم واحد بعدين، تمام؟ احنا برضو عندنا في البرمجه نفس الشيء. عندنا في البرمجه التراكس بتاعتنا بتتقسم لثلاث حاجات. ثلاث حاجات دي الجنرال. كان في حد بيسال من شويه، هو انا ايه الحاجات اللي سوقها كتير؟ صح ولا لا؟ تقريبا احمد خالد، صح ولا ايه؟ بيسال السؤال ده. طيب انا عندي اول حاجه لازم ابص من فوق خالص، وده حاجه من الحاجات اللي هيقدمها عندنا الكورس ان شاء الله. ايه هو الفرونت اند، وايه هو الباك اند، وايه هو الفول ستاك انديب، يعني هنخش في تفاصيل التفاصيل. فعندنا من الحاجات اللي هي فرونت اند. الفرونت اند زي ما انتم شايفين هي الشاشه اللي احنا بنتفرج عليها، زي ما انت كده شايف زوم، وبتخش تشات معايا وتتكلم وانا بتكلم والمايك بتاعي بيعلى وبينزل، وفي ريكوردنج عباره عن سما ومش عارف ايه، الواجهه بالظبط كده. هي دي الفرونت اند اللي في وش المستخدم. وفي عندنا حاجه اسمها الباك اند. الباك اند هي الكود اللي بيدي اكشن للفرونت اند، يقول له مثلا فرونت اند انت لما بتيجي تدوس على الزرار، مثلا الزرار دوت مثلا بيعمل ايه؟ لما بتيجي تدوس على اللينك بيوجهك لحاجه معينه، صح؟ كلهم مبرمجين يا احمد يا خالد، كلهم مبرمجين، تمام؟ فالفرونت اند ده مبرمج برضه، بيبرمج الشاشه اللي انت بتشوفها. والوجهه لا، احنا ما هو دوت بقى الحاجه اللي احنا هنديها في ان شاء الله في الكورس
فهخليها يعني كده حاجه تشويقيه في الكورس، تخش انت بقى ايه تتمزج كده بالكلام اللي تسمعه في الفرونت اند بقى. تمام. وازاي بقى انت هتتصدم ان الفرونت اند مبرمج، ده حتى الراجل بتاع الفوتوشوب بندخله في التراك بتاعنا. تمام. وبعدين بالظبط كده يا ندى، ال HTML ال CSS واضح ان ندى ليها في التراك. ندى انت اشتغلت جافا سكريبت شكلك. تمام. المهم الباك اند بقى اللي هو مثلا مثال من امثلته، واحنا لسه هنخش في الموضوع دوت، السي شارب بقى والحاجات سلام عليا. تمام. الباك اند هو الحاجه اللي احنا لما نيجي ندوس على اللينك دوت مثلا، فبيقوم مودينا على ايه؟ على الصفحه الفلانيه دي. ايه اللي خلاني اروح للمكان ده؟ لما بدوس على زرار اللينك مثلا، زي ما انت بتدوس مثلا عايز تعمل تشاتنج في الواتساب، لما بتيجي تسيرش عن اسم واحد، فالواجهه بتاعتي وانا بسيرش وببحث وبكتب اسم حد بيبحث لي عن شخص معين، فاللي بيعمل عمليه البحث هو الباك اند، ولكن الكتابه هي الفرونت اند. في واحد بقى متخصص بيبقى شغال الاثنين مع بعض، شغال فول ستاك ديفلوبر. فول ستاك راجل قدر يلم بالفرونت اند وقدر يلم بالباك اند، وده بيبقى حد شاطر جدا، دخل في التراكس كلها، قدر يجذر نولج كتيره وقدر يخش في كذا تراك وصله ان هو يكون فول ستاك. ولكن انا كاحمد، يعني انا مثلا دلوقتي الرول بتاعتي في الشركه اللي انا شغال فيها فول ستاك ديفلوبر، ولكن لما بيجي يقول لك احمد هو اسرع في ايه، فيقول لك احمد اسرع في الباك اند. ليه؟ عشان احمد بيقدر يخلص التاسك ديت بشكل اسرع، فعنده العلم في الفرونت اند ولكن هو بروفيشنال في الباك اند. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فانا ممكن يبقى انا عندي تو نولج واقدر امبلمنت التو نولج واقدر اخد الرول بتاعت التو نولج دول، ولكن عندي بروفيشناليزم في حته معينه. متفقين يا جماعه؟ طيب احنا كام واحد على مستوى العالم؟ احنا على مستوى العالم حوالي زي ما انتم شايفين حوالي 20 مليون مبرمج على مستوى العالم لحد دلوقتي. هل تفتكروا ان ال 20 مليون ده رقم كبير يا جماعه؟ مين شايف انه رقم كبير يرفع ايده؟ اللي شايف رقم كبير يرفع ايده. طب اللي شايف ان هو رقم نص نص يعمل لايك. طب يكتب اي حاجه على الشات. متوسط صح يا ايناس؟ الرقم ده يا جماعه تقريبا مش بيحقق نص السوق، لان ال 20 مليون مبرمج دول يا جماعه مش كلهم شاطرين، مش كلهم فاهمين البيهيفير او الاصل بتاع البرمجه ايه. يعني ممكن زي ما قلت من شويه كده في اول الكورس، ان احنا ممكن نكون واحد بيكتب كود 10 سطور عشان يحقق حاجه معينه، مثلا ان انا عايز اقول للجهاز يقول لي ازيك. تمام. فبيكتبها في 10 سطور، واحد ممكن يكتبها في سطر واحد. طب انا كراجل مثلا بهاير ناس، يعني انا عايز اجيب ناس عندي، اجيب ده ولا اجيب ده؟ لا، يقول لك لا، انا اجيب اللي بيكتب سطر واحد لان هو احسن واوفر في الوقت وهيقدر يخلص تاسكس اسرع. دي اول نقطه. تاني نقطه ان هو فاهم كويس قوي لغه البرمجه دي شغاله ازاي. يعني ممكن اللي بيكتب 10 سطور ده يخلي ان عمل ما الجهاز يرد عليا ويقول لي ازيك ياخد وقت. فدي حاجه اسمها البرفورمانس، ان انا ازاي بخلص. عارف انت لعيب الكوره لما يجي يقول لك الواد ده لعيب بيخلص صح، بيخلص. اما ممكن واحد ياخد الكوره يقعد يمرقص، وشيكابالا رايح وشيكابالا جاي، انا زملكاوي وشيكابالا رايح وشيكابالا جاي وهوب ضاعت الكوره. طب ايه الفايده يا عم؟ الكوره قدام الجون، مش لازم تمرقص، زق في الجون على طول، خلصت. هو دوت النقطه اللي بيدوروا عليها. تمام. متفقين كده؟ خلاص عرفنا زملكاوي للاسف. تمام. هنخش بقى على، ما انا بقول لك للاسف بقى، خلاص يا احمد يعني صالحتك. تمام. نخش بقى، طب ايه اللغات، امثله كده لغات البرمجه اللي موجوده على العيشه دي. معلش انا اسف يا ايناس، اعذروني يا جماعه ان انا زملكاوي، انا اسف، انا غلطان ان انا قلت ان انا زملكاوي، هيتحفل عليا على اخر المحاضره. تمام. لغات البرمجه في منها الحاجات اللي باللون الاحمر اللي بنعبرها ان هي ممكن تكون باك اند. تمام. ماشي عاش. عندنا زي السي شارب، عندنا زي الجافا، عندنا زي البايثون. تمام. فالسي شارب والجافا والبايثون هي حاجات بتحاكي الجهاز دايركت. تمام. وتطلع لي الكلام للراجل اللي انا بظهره. مثلا عندي حاجه اسمها فرونت اند. الفرونت اند ده مين بقى؟ زي ما كانت قالت تقريبا ندى من شويه، ال HTML، ال CSS، حاجات زي الانجولار، الرياكت، الوورد بريس، يمكن في ناس تعرف الوورد بريس، الجافا سكريبت برضو زي ندى، عندنا الجي كويري ممكن برضو زي ندى، امثله كتيره جدا. تمام. في عندنا لغات برمجه انا لو حكيتها ممكن نزهق. تمام. في عندنا فلاتر ده بيتعامل فرونت وباك كله على بعضه. تمام. حاجات كتيره جدا.
فلاتر ده مثلا من الحاجات اللي طلعت في 2019 يا جماعه، والكوميونتي بتاعتها كبيره جدا. سي شارب من 2000 وطالع لحد دلوقتي قوي جدا، عمال يطلع لغات برمجه، عمال زي ما أنا لسه قايل لكم من شويه نازل دوت نت 6 اللي هيعمل طفره في مجال البرمجه، ويعمل ان انت تعمل 3 برامج، 3 ابلكيشنز، ويب ابلكيشن، ديسكتوب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، بلغه برمجه واحده بسطر كود واحد. يعني تقدر تعمل حاجه واحده بس، ودي حاجه من الحاجات الكبيره جدا. طيب احنا دلوقتي بنتكلم كمصريين، صح ولا ايه؟ طيب انا هقدر اتحرك في مصر والاقي شغل بسهوله؟ اه هتقدر تتحرك في مصر. احب اقول لكم يا جماعه ان احنا حاليا في السعوديه، مين سمع عن معلومه الهندي ده سفاح وجبار ومفيش زي الهنود في البرمجه؟ مين سمعها يا جماعه؟ اللي سمعها يكتب لي كده مثلا واحد كده في الشات. يا جماعه محدش بيكتب غير انا لما جيت قلت زملكاوي كله بيحفل عليا، ولما نيجي نتكلم عن اللي سمع واللي ما سمعش ما حدش يرد. مش معقول يا جماعه، قدرونا حتى. تمام. الهنود يا جماعه دايما يتقال ان هم اشطر ناس في البرمجه ومش عارف ايه. احنا هنا في السعوديه حاليا ما عادش فيه تقريبا ثقه في الهندي. ليه؟ لان الهندي تقريبا قله قليله جدا اللي بتعرف تكتب كود صح وفاهمه الكود بشكل مظبوط. وللاسف ان القله دول مش موجودين في الوسط العربي تقريبا. تقريبا اي حاجه. ما هي المشكله بقى في علاء او الاء، مش عارف، الار اللي هم في الفيديوهات بيقولوها دايما تلاقي برد كده، انت فاهم؟ فانت بتتعب نفسيا يعني، انت فاهم؟ تلاقيه يقول لك شي شارب، انت فاهم؟ وبعدين بقى فنفسيا الاء تمام، فبنفسيا بتتعبي كده، انت فاهم؟ من الار اللي بتسمعيها من الهندي دايما. ولكن الجزء الشاطر فيهم ما بيبقاش موجود في الوسط بتاعنا. تمام. ودي حاجه مصلحه يعني. تمام. ولكن تعالوا بقى بصوا على المصريين. مثلا علي فرماوي كان في وقت من الاوقات هو السي او على مايكروسوفت 100، وكان من احسن الناس اللي موجودين في مايكروسوفت ومصري. تمام. في ناس كثيره جدا اتجهت على مستوى العالم نجحت كمصريين، وقدروا ان هم يخلوا الثقه دايما في المصري. المصري يا جماعه معروف بقوته وجبروته، كلمه بجد يعني يا جماعه، انا بقولها لكم اهو، حاسس ان انا اشعرت كمان. تمام. فالمصري الشاطر اللي بيعرف يشتغل بيقدر يتنقل بسهوله جدا، اللي فاهم برمجه كويس بيقدر يتحرك بشكل سهل جدا في السوق، ومطلوب جدا جدا جدا. تمام. المبرمجين على مستوى العالم لو جيت قارنتهم بالمصري هو تيبيكال زينا زيه. لو انا ذاكر ونجحت وشديت حيلي في المجال هوصل للي بيوصل له اي حد في العالم، وهاخد نفس السالري بتاع العالم ومفيش اي مشكله. ولكن ما يبقاش عندي الخوف والفير اوف ريسك. ما عنديش خوف من ان انا اخد الريسك واتحرك. يعني كان حد اعرفه كويس جدا خريج كليه صيدله من العشر الاوائل، وواحد تاني اعرفه خريج كليه بترول من التوب اللي خارجين كليه هندسه بترول، ومع ذلك عملوا شيفت كارير ودخلوا مجال البرمجه وبقوا من احسن الناس. وبينهم واحد شغال في اي تو وركس من الشركات الكبيره اللي موجوده في مصر. تمام. هي شركه اصلا ليها فرع في امريكا، ومع ذلك قدر يوصل لحاجه اللهم صل على النبي ما شاء الله عليه. هو يمكن ما اعرفش ان انا بتكلم عنه دلوقتي، ولا بقالي كتير قوي اصلا ما شفتوش، لان مثلا بقالي سنتين في السعوديه مش عارف انزل. فحاجه من الحاجات يا جماعه اللي ترفع معنويات الواحد ان مش مصر يا جماعه. احب اقول لك ان سوق مصر عظيم جدا. انا اعرف شركه من الشركات اللي هنا في السعوديه، هي الشركه الثانيه على مستوى السعوديه، اسمها ثقه، فتحت فرع ليها في مصر، لان المصريين جبارين يا جماعه. وسلم الرواتب في مصر هقول لكم اهو، سلم الرواتب في مصر في الشركه دي كمثال، مرتباتها من مثلا لو هو عنده خبره حوالي مثلا 3 سنين، مرتبه في الشركه دي لا يقل عن 20000 جنيه. 20000 جنيه 2 0 0 0 0 0. تمام. فحاجه من الحاجات اللي اوعى للحظه تاخر انك تتجه للطريق ده. تمام. طيب هو انا عشان سمعت الكلام دوت والتحفيز اللي سمعته على مصطفى دوت هتوكل على الله بقى وادوس برمجه بقى وافتح صدري بقى ويلا بينا؟ يلا بينا. خلي بالك ان في مشكله كبيره جدا بتحصل لو انت عندك الباور طلع لفوق وما مشيتش. عامل زي اللي بيمشي في الدايت، يبدا في الدايت وتاني يوم على طول ها يا جماعه احنا نطلب بروستد. ده انت تجيب لي بقى كده حاجه كده قطعتين حار كده، انت فاهم؟ ومش هاكلهم بالعيش. ادي اول وقعه. بعد كده اول ما يجي الكايزر تمام ياخد له كده حتتين بالكايزر. لازم الصبر. تمام. بالظبط يا ايناس.
فحاجه من الحاجات اللي لازم عشان اكون مبرمج شاطر لازم اركز في شويه الستبس دول، وهقول لكم قصه حصلت معايا، ولكن بعد ما نتكلم عن الستبس. اول حاجه انا اكون عندي حب للشيء. دايما في اي مجال على مستوى العالم لو انا ما عنديش حب للشيء انا عمري ما هتقن فيه، صح ولا لا؟ لو انا حابب ان انا اكون دكتور اسنان فهبقى دكتور اسنان شاطر لو انا عندي حب لطب الاسنان. لو انا عندي حب للبرمجه هقدر ادي البرمجه. تمام؟ دي اول نقطه واعتقد لا خلاف عليها من الجميع. تمام؟ تاني ستيب لازم ابقى عندي هدف. ايه هو هدفي؟ مش ان انا انسوا الاهداف التقليديه اللي احنا كلنا عارفينها في مصر، ان انا لسه شاب انا عايز اتجوز. تمام؟ وقبل الجواز انا محتاج حوالي 100,000 جنيه عشان اجهز واحد واثنين وثلاثه ووعد واحد واثنين وثلاثه. طب انا ده انا لسه كمان عندي الانتري تقريبا مش عارف بكام. لا لا لا، دي مش دي الاهداف دي. اركنها على جنب. الجواز مش مشكله انه يكون هدف، يعني مش قصه، ولكن لازم تكون اهدافي دقيقه شويه. ايه هدفي؟ هدفي ممكن ان انا عايز ابني شركه خاصه بيا انا، ابقى انا مديرها، ولكن ليها فكره مميزه. مين يعرف فوري يا جماعه؟ كلنا عارفين فوري طبعا يعني. تمام؟ فوري هي تقريبا الشركه رقم 2 ايرادات على مستوى مصر، متخيلين؟ وبدات تطلع على مستوى العالم في مبالغ المكاسب اللي بتكسبها. تقريبا دخلت كده في ليفل كده، مش فاكر اسم الليفل ده، لو حد عارف الاسم يقوله. فحاجه من الحاجات التوب. وفوري فكره بسيطه جدا. هنا في السعوديه في فكره اسمها سداد، تقريبا هي فوري يعني هي جايه من سداد. سداد دي فكره انشاها 3 4 شباب، منهم واحد اردني اعرفه شغال معاه دلوقتي. بداوا يفكروا في فكره ان انا عايز اخلي مصاريف. بصوا بقى يا جماعه، ادفع اي حاجه عن طريق سداد. عندي فاتوره الكهرباء، فاتوره النور، مش عارف ايه، فاتوره الميه، مش عارف، فاتوره الموبايل، عايز اروح ادفع قسط العربيه، مش عارف ايه. هتاخد رقم اسمه رقم سداد، تدخله عندك في البنك. الرقم ده بيتعرف ان هو ده انا في دي الرقم اللي هو اللي طالع دوت رقم سداد. يدخله عنده في البنك مثلا فيطلع مثلا عليه 1000 جنيه يدفع، خلاص الفاتوره بتصدر، خلص الموضوع كده. تمام؟ مصاريف الجامعات بالظبط. متخيلين القصه يا جماعه؟ فكره بسيطه جدا، يا دوب حته رقم بيتعمل له جنريشن وبينتجريت، يعني بيتربط مع شويه جهات، يطلع لك اللي انت عايزه وبتدفع بيه مصاريفك وانت قاعد في بيتك زي الفل. تمام؟ الفكره دي بتحقق ملايين ملايين، برغم ان احنا كمستخدمين ما بنصرفش عليها حاجه، ولكن هي فكره وامان حالا. صح بالظبط. فعندك حاجات كتيره جدا لازم تفكر فيها. عندنا حاجه اسمها اس تي سي باي. اس تي سي باي يا جماعه ديت مجرد ان انا عايز بيني وبين صاحبي مثلا، بحط فيها فلوس من البنك وعايز احول فلوس لصاحبي، فبحول الفلوس عن طريق اس تي سي باي بدل ما انا اديله فلوس في ايده وكورونا والى اخره. فبتعامل بيها. بعد كده اتطورت اس تي سي باي وقالت لك ان انت هتقدر تدفع بيها مصاريف الحكوميه بتاعتك الى اخره. بعد كده اتطورت وقال لك ان احنا هنطلع لك كارت الكتروني كانك واخد عندك فاتح حساب في البنك، والكارت الالكتروني كمان انا هديك عشان خاطر. بص بقى فكره تسويق مع فكره برمجه. قال لك ان احنا عشان نسوق للموضوع ده لما تيجي تدفع عن طريق الكارت الالكتروني بتاع اس تي سي عن طريق حاجه اسمها ان اف سي. عارف انت لما تيجي تقرب موبايلك مثلا من مكنه ولا حاجه فبيقوم دافع عن طريق الموبايل، فيديك كاش باك بنسبه قليله جدا تكاد لا تذكر. الموضوع دوت يا جماعه ادى ربح كويس. فانا لازم اكون عندي هدف بحققه وماشي وراه ودرسه كويس جدا. فهنا حاجه من الحاجات اللي لازم اخد بالي منها اختيار لغات البرمجه. اختيار لغات البرمجه انا حطيتها لسبب من الاسباب، ان لازم انا وانا بختار طب انا هختار ازاي وانا ما عنديش اي بيهيفير عن البرمجه؟ يعني انا ما عنديش اي مرجع للبرمجه، انا ما اعرفش حاجه عن البرمجه اصلا. تمام؟ طب اختار ازاي لغه البرمجه؟ هنا النقطه اللي احنا بنتكلم عنها، ان انا لازم احط نفسي. انا مثلا بدايه من البدايات ان انا دخلت في الكليه درست جافا. تمام؟ ما درستش سي شارب اللي هو حاليا ده مجالي. فلما جيت درست جافا اتعلمت فيها الاوبجكت اورينتد، زي مثلا عندنا محمد حسني تقريبا كان هو اللي لسه كان بيتكلم من شويه ان هو درس سي بلس بلس. محمد اختفى تقريبا. تمام؟ فلما دخل في القصه دي، سامعين يا شباب؟ دخلت في جافا، اتعلمت جافا، اتعلمت اساسيات البرمجه. بدات في الانترودكشن البسيط زي الكورس اللي احنا برضو هنديه دوت، بيدي انترودكشن
عن البرمجه تبدا ايدك تخش مع الكيبورد. عارف انت لما تيجي تحسن خطك في الكتابه تبدا تكتب الف 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 الف، تبدا تفهم يعني ايه الف. هي نفس القصه. بدات اخش على التراك. طبعا الميزه من المميزات اللي احنا بنتكلم عليها في الكورس اللي هيتقدمه السنتر، ودي حاجه من الحاجات اللي موجوده في اكاديميه جسور المعرفه، ان بالظبط، ان انت في جسور المعرفه احنا مش هندور ان احنا نديك اللغه بس، احنا هندور على حته من الحاجات اللي انا لسه هقولها بقى دلوقتي، هي ان انت ازاي تبحث عن حل للمشكله. تمام. انا كنت فاكر كويس جدا، انا كنت في سنه رابعه كليه يا جماعه، كنت في مايكروسوفت، وكان زميلي او سوري انا كنت في ثالثه كليه، وكان زميلي في جامعه عين شمس محمد اسامه. دايما بكتب اسمه وبقول اسمه دايما للكل، يمكن برضه هو ما يعرفش. محمد اسامه كان في سنه ثانيه كليه، اصغر مني بسنه. تمام. ومع ذلك كنت لما اجي اساله عن حاجه في البرمجه ازاي اعملها فيقول لي سيرش. بعدين لما بقيت انا ام اس بي بقى يقول يا جماعه، انا دايما كنت بقول دايما سيرش 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 then ask. ابحث ثم ابحث ثم ابحث ثم اسال. فدي حاجه من الحاجات اللي هتطورك في مجال البرمجه. البحث بيوصل. الحمد لله كلنا عندنا نت، عندنا جوجل، تخش تبحث توصل للحاجه اللي انت عايزها. ودي حاجه من الحاجات اللي هتقدمها اكاديميه جسور المعرفه، ان احنا ازاي نعلمك تبحث. يعني انا لما هاجي اديك اساينمنت دلوقتي، انا مش بديك اساينمنت على حاجه انت درستها بس، انا بديك حته تريكس صغيره كده، تريك صغيره كده ان انت تروح تبحث عنها. فبالتالي انت خدت وكسبت قدره البحث، ودي حاجه هتاخدها ان شاء الله باذن الله. تمام. بعدين فكره التعلم والتدرب. عارفين الراجل اللي بيعزف؟ تمام. لما بيجي تقول له مثلا والله انت عندك مش عارف الوتر دوت، لما تيجي تعمل مش عارف ايه كده يطلع لك الصوت الفلاني. طب ما انا دوست على الوتر وعملته. وبعدين لازم اربطه بدايره كامله فهتعلم بيها التراك، فبالتالي انا قدرت ان انا اعزف الشيء ده. فنفس القصه، ان انت لازم تاخد نبذه كامله عن التراك بتاعك، تبدا تحط سوليوشن قدامك. انا عايز اعمل آلة حزم مثلا، ولكن عن طريق البرمجه ادخل لها 1 زائد 1 تطلع لي 2. مش معنى ان الآلة الحاسبة حاجة موجودة فهي يا عم ايه يا عم اعمل آلة حاسبة ايه بس صلى على النبي. لا، ده سولوشن ودي بروبلم هتتعلمها عشان تحل بيها وعشان تطور بيها ذكائك. طب انا عايز اعمل دلوقتي مثلا ان انا ازاي اودي مش عارف مين رايح فين وجاي منين، فده الجوريزم انا بحل بيه زي ما كانت بتسال ايناس عن الخوارزميات. فدي حاجه من الحاجات اللي انت بتحلها، لازم تتعلم وتتدرب. في موقع مشهور جدا اسمه هاكر رانك، انت مجرد بس ان انت عندك خبره في السي شارب بتخش على هاكر رانك تحل اسئله فكريه فقط لا غير. تمام. النقطه الخامسه، ودي نقطه من النقاط المهمه جدا، ان انا مش معنى ان انا عندي النولج وعندي الاكسبيرينس الكتيره جدا. طب يا جماعه انا ما فيش حد ليه بيهايرني؟ لا مؤاخذه، انت لما تبقى قاعد في البيت وبتعلم لغه البرمجه، طب انا هوصل ازاي؟ لازم ابقى انا عندي السي في المحترم. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا هنحاول نقدمها ان شاء الله لو لقينا وقت في الكورس بتاع جسور المعرفه، ان انا ازاي اكتب السي في بتاعي بشكل محترم جدا عشان النولج اللي عندي ديت اقدر اطلع بيها. تمام. طب ايه الاماكن اللي انا اقدر عن طريقها اخش السوق، اخش السوق المصري والناس تعرفني وعن طريقها اقدر اقدم وادخل والى اخره. مواقع كتير جدا هنتكلم عنها برضو، وتقدر تعرف نفسك للمجتمع. ما هو طول ما انا قاعد في البيت من غير ما اعمل ماركتنج لنفسي انا مش هطلع. تمام. النقطه السادسه والاخيره وهي ابحث واستكشف. ابحث واستكشف مختلفه شويه عن السيرش سيرش 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 ذن اسك. لا، انا ممكن اروح ابحث هو انا لو انا عايز اعمل ابلكيشن بالطريقه الفلانيه اعمله ازاي، فهيبقى عندي الحل الفلاني. انا ممكن ان مواقع من المواقع اللي بتقول والله لغه البرمجه الفلانيه هي اللغه الاعلى، ولكن اعلى لسبب من الاسباب، هل السبب دوت هيحل مشكلتي ولا لا؟ فدي حاجه من الحاجات. يعني انت لما بتيجي توصل لتعمق كبير جدا في مجال البرمجه، مثلا هديكم قصه حصلت واقعيه عندي، ان احنا كان عندنا فكره ان احنا عايزين نعمل الابلكيشن اللي بيطلع 3 حاجات مع بعض اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. بحثنا فلقينا ان احنا عندنا دوت نت 6 هينزل في سنه في السنه دي، ولكن في شهر 11. طب احنا ايه اللي ممكن نحل بيه المشكله ديت؟ نقدر نستخدم لغه برمجه ثانيه برغم ان انا ما اعرفش عنها اي حاجه اسمها فلاتر. مجرد ان انا عندي العلم في لغه السي شارب قدرت ان انا اروح اكتب فلاتر. بالعكس، يمكن في حد من المراجعين على لغات البرمجه كان اسمه كود ريفيور للفلاتر، دخل لقي ان انا كاتب فلاتر بطريقه صحيحه.
بطريقه بنفس الطريقه الاستراكشر او البناء الصحيح للشيء. عارف كأن انت مهندس مدني قدرت تبني عماره بشكل منظم بشكل كويس، هل اللي بنى عماره ده ما يقدرش يبني مول؟ لا يقدر عادي. تمام، بسيطه. فهي دي النقطه. هيتوسع بعد كده مداركك ان انت تقدر تدخل في اي حاجه بشكل سهل وبسيط. فلازم يبقى عندنا الحاجات دي كونسبت اساسيه احنا بنتعلم منها. طيب، فاحنا زي ما احنا قلنا من شويه ان انا دايما بدور فين المشكله بتاعتي وازاي احلها. فمش مجرد ان انا نفتح اللاب بقى وبسم الله. طب ما انا لازم اعرف ايه المشكله بتاعتي، افهمها كويس، افصصها. تمام، وبعد كده احلها. كان عندنا كونسبت من الكونسبت الاساسيه اللي كانت بتتقال لنا في مايكروسوفت، كان بيقول لك امشي على كونسبت الكيس. فبقول ايه ده؟ ايه الكونسبت اللي هو بتاع KISS؟ انا ده يعني اي حد هيترجمها قبلات، يعني همشي على قبله، ايه التخلف ده؟ فلقيته بيقول لي يا حبيبي اسمها كيس، يعني keep it simple stupid، يعني خليها بسيطه يا غبي. تمام، قلت ايه ده؟ دي شتيمه؟ قال لي لا، دي طريقه. تمام، انا افتكرت انه بيشتمني يعني وكده. قال لي دي طريقه في حل المشاكل اسمها keep it simple stupid، يعني كل ما تخليها بسيطه يا غبي هتحلها. تمام، هو دي مبدأ عادي يا جماعه، مش قصدي اشتمها. تمام، فهي keep it simple stupid بتخليك كل ما تبسط المشكله كل ما تحلها. وبالتالي دي حاجه من الحاجات اللي هتضيفها لنا يا ايناس، ان احنا عندنا لما هاجي انا افهم ابسط الحلول حتى وانا بحل المشاكل المعقده في حياتي. انا دلوقتي عندي مشكله ان الحنفيه مثلا بتخر ميه، طب انا لازم اروح اغيرها على طول واجيب السباك ومش عارف ايه. طب ما انا ممكن اقدر احلها، ابص كده ايه اللي مش عارف ايه، اتاريني فاتح الميه مثلا، مش مجرد ان هي بتنزل ميه مثلا فهروح على طول. فكل ما انا افكر ببساطه اقدر احل المشكله بتاعتي. ده حاجه من الحاجات اللي بتحسن اسلوبنا في الحياه وبتخلينا ان احنا نتطور. فالبرمجه جزء من الاساس وجزء كبير جدا احنا ممكن نكون اصلا بنعيشه، هو حاله احنا عايشينها، حاجه من الطبيعه وهي بتحلها. لو البرمجه مش مخلوقه تحل مشاكل في الطبيعه عندنا ما لهاش لازمه. زي فتره الكورونا، لما فتره الكورونا انا عايز اقضي مصالح الحكوميه وعايز اروح ادفع بدل ما ننزل الشارع واروح، السولوشنز بتاعت IT قدرت تحل المشكله ديت مثلا عن طريق فكره سداد، ان انا باخد رقم سداد واحطه في الابلكيشن يدفع لي الحاجه دي. تقريبا كده احنا وصلنا لشبه اخر حاجه احنا اتكلمنا عنها، وتقريبا وصلنا للهدف اللي احنا عايزين نحققه، ان انا يبقى انا عندي الباشن والموتيفيشن ان انا امشي في تراك صح وان انا اتعلم بشكل مظبوط. ويمكن وسعنا شويه مداركنا ناحيه البرمجه. فانا حابب اسمع منكم كده ايه يعني ترفع ايدك كده اللي حابب يتكلم، ايه اللي انت ممكن شايفه استفدته في الكورس اللي احنا بدأناه ده. زائد ان انا عايزك لو انت عندك مشكله انت حابب تتكلم بحلقه زي ما احنا بنتكلم عنها كده، طبيبك النفسي في البرمجه. فخلينا نبدا كده نسمع اللي حابب يتكلم يرفع ايده وانا هقول اسمه ويبدا يتكلم. فاللي حابب يتفضل يا جماعه. ها يا جماعه، مفيش حد حابب يسال اي حاجه؟ اللي حابب يسال يا جماعه حتى لو عايز يكتب يكتب عادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا عايزين نعرف خريطة كده سريعة مختصرة اللي بيدرس عندكم يعني. طيب، احنا الحاجه طبعا جسور المعرفه، اكاديميه جسور المعرفه هي تخصصات واسعه جدا، مش بتتخصص في حاجه معينه. ويمكن اخلي باشمهندس محمود افضل ان هو يتكلم عن الاكاديميه. فيتفضل باشمهندس محمود يقدر يجاوب عن الموضوع ده. ولكن لو انت بتسال عن تراك البرمجه، فانا الحاجه اللي احنا هنبدا بيها هي ازاي انت تحط رجلك على البرمجه. هنبدا نخش في امثله وحاجات كتيره جدا في البرمجه، زي مثلا ايه هي الاف كونديشن، ازاي انا اعمل وايل لوب، ازاي ان انا اعمل كذا، ازاي انا اكتب كود يحاكي الحاجه، ان احنا نوصل للحاجه اللي احنا بنتمناها وبنقدر نوصل لها في الانترودكشن للسي شارب. ومش هدفنا ان انت تروح تتعلم سي شارب عشان خاطر انا شغال سي شارب
او ان انت تروح تتعلم، لا انا احب جاي جدا ان انت تخش معايا السي شارب عشان خاطر تقدر تفتح مداركك للغات برمجه كتير. في كتير مننا ما عندوش المقدره انه يوصل لحاجه معينه، فدي حاجه من الحاجات اللي احنا حابين نتعلمها، ان انت ازاي توصل للحاجه. ايناس كانت بتسال عن مواصفات اللاب ايه، او الجهاز ولا اي جهاز يشتغل. طيب احنا خلينا نخش شويه ان هو يبقى كور اول حاجه، يعني كور اي 3 كور اي 5 كور اي 7 مش مشكله. هنحاول بقدر المستطاع لو احنا ما قدرناش نشتغل يا ايناس على الفيجوال ستوديو، ودي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا مخلينا ندخل السي شارب، لان السي شارب بتديك الطريقه، يعني ممكن انت مثلا تكتب كلمه فهو يكملها لك. تمام. الفيجوال ستوديو مش عايزك تحفظ كود، لان دي حاجه من الحاجات المهمه. احنا مش داخلين نحفظ كود، احنا مهتمين نفهم تراك. تمام. فلو احنا ما عرفناش نشتغل بالفيجوال ستوديو، ما عرفناش نسطبه، بس هو غالبا هيتسطب عادي على اي لاب، ولكن ان شاء الله طبعا لابتوب او كمبيوتر مش هتفرق. فباذن الله هنحاول نجتهد بقدر المستطاع ان احنا يبقى عندنا كومبايلر تاني اسمه فيجوال ستوديو كود، هيساعدنا برضو ان احنا نشتغل. فاطمه مراد عبد الفتاح بتقول دكتور انا مش دكتور رقم واحد، معلش انا عايزه رقم حضرتك بتاع الواتس، عندي مشكله ومش عارف اتكلم، ممكن التواصل عن طريق جسور المعرفه، حضرتك تبعت لهم ان شاء الله الشكوى او الحاجه اللي حضرتك مش عارفاها، وانا تحت امرك في اي شيء. لو جسور المعرفه تسمح باعطاء رقم لحضرتك انا ما عنديش اي مشكله. تمام. دكتور ايمن، يعني شرف ليا كلام حضرتك. ده وسام احطه واحتفظ بيه دايما. جزاك الله خير يا دكتور. اللهم امين. ايناس، البرامج المستعمله للبرمجه كمان ايه هي؟ ان شاء الله كده كده باذن الله احنا عندنا المحاضره الاولى هنتدرج في ازاي ندخل برمجه، ايه هي التراكس اللي احنا هنشتغل بيها، ايه الحاجات. هناخد مقدمه كويسه جدا وواسعه جدا عن البرمجه، وهنقوم قايلين مع بعضينا ونسطب مع بعضينا البرامج. تمام، عشان خاطر نوصل للاجهزه. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يا محمد. اول حاجه خلينا نتكلم عن محمد فكري قبل ما ارد على محمد. محمد فكري بيقول على طول سي بلس بلس كبدايه ليا في البرمجه ممكن ابدا، وايه الفرق بينها كبدايه ليا في البرمجه ممكن ابدا سي بلس بلس على طول، وايه الفرق بيها وبين السي شارب؟ بص، انا ليه ما بحبش ان انا ابدا سي بلس بلس. هو سي بلس بلس انت بتفتح مدارك ليك زيها زي السي شارب، تمام، ولكن السي شارب ميزته ان انا ممكن بعد ما اخلص التراك اللي انا شغال بيه، تمام، التراك اللي بعده هتفهم حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هو النقطه الاولى ليك، مش النقطه شوف الانترودكشن هتخليك تكتب كود وهتعرف تكتب كود وهتعرف تكتب اف والس ووايل ودو الى اخره، ولكن الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هي فكره حد من الشباب كتبها، ان انا ازاي ابني حاجه حقيقيه ستراكشر بروجرام، يعني انا ببني حاجه حقيقيه انفع استخدمها كابلكيشن متطور يتعامل معايا، زي مثلا الناس اللي بتعمل ابلكيشن حسابات والى اخره. السي بلس بلس مش هيقدر يديك الكلام ده نهائي. تمام، لان السي بلس بلس هو لغه محاكاه الكومبايلر دايركت، مش هيقدر يوصلك ان انت تبني شاشه مثلا، تعمل ديسكتوب ابلكيشن، تعمل موبايل ابلكيشن عن طريق السي شارب عادي جدا، لان ده السي شارب تطور لدرجه كبيره جدا. السي شارب اسهل بكتير من السي بلس بلس، كونسبت موجود هنا وكونسبت موجود هنا، الانترودكشن موجوده هنا في السي بلس بلس، ايكوال شوف انا بقول ايكوال السي شارب، ولكن السي شارب لما هتيجي انت النكست ستيب بتاعتك، انت لسه راجل حديث، هتبدا تتكلم مع السي شارب في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لان السي بلس بلس ما فيهوش اوبجكت اورينتد بروجرامنج، فهتبدا تتوه، هتبدا تحتاج تفهم تاني السي شارب. تمام، لان مرحله ان انا اعرف ابرمج اي حاجه بعدين بتبقى محتاجه سنين خبره وتعود، بتبقى انت عايش اصلا زي الميه كده، عايش مع بعضيها كده، الميه داخله ببعضها، وعارف تتعامل مع السي شارب وتخش معاه. تمام. طيب بالنسبه للي جهازه ضعيف زي ما قلت لك كده يا محمد، ان شاء الله انا هجتهد بقدر المستطاع. ان عايزين برضو نعرف ايه هو الجهاز الضعيف، لان احنا كده كده مبرمجه، عايزين برضو ايه نعرف نعمل ايه. تمام. طيب الجهاز ضعيف هحاول بقدر المستطاع ان هو برضو يخش عن طريق حاجه اسمها فيجوال ستوديو كود، وده كانك بتشتغل على نوت باد وترن بيه، وهنعيش اصلا في ابلكيشنز كتيره اصلا بتقدر تعمل محاكاه، يعني انت ممكن تكتب على النوت باد اصلا، احب اقول لك المعلومه دي. تمام، وهنخش على مواقع اصلا انت حتى لو مش قادر تسطب الفيجوال ستوديو كود، هتخش على مواقع، تفتح الموقع، تكتب الكود بتاعك، ترن الكود بتاعك منه.
وهتلاقي امورك زي الفل والسمباتيك على طول. تمام. طيب لغه السي شارب تقدر تبني مواقع، انا ببني مواقع بيها. انا حاليا اصلا فول ستاك ديفلوبر، بعمل فرونت اند عن طريق HTML وسي اس اس وجافا سكريبت وانجلر الى اخره، وبعمل الباك اند بتاعي بالسي شارب. كنت لسه حاجه الموضوع دوت في فكره الفرونت اند والباك اند والفول ستاك ديفلوبر لو تفتكر يا ناس. فتقدر تبني مواقع. انا اوريدي ببني مواقع. عملنا موقع من فتره لهيئه اتصالات، عملنا موقع لهيئه اتصالات السعوديه، عملنا موقع لابشر، عملنا موقع لوزاره التجاره في السعوديه برضو، عملنا موقع الجامعه الامريكيه في مصر الى اخره من المواقع. سهله جدا. تمام. تمام. عشان اجيب رقم الاكاديميه وهسالهم تحت امرك يا فاطمه. يعني انا عايزه ابني موقع تسويق اوتوماتيك صح ولا ايه معلش، اوتوماتيك صح؟ انت قصدك اوتوماتيك صح ولا ايه؟ اي حاجه تقدري تعمليها بالمواقع عادي. تمام. فالموضوع مش صعب. تمام. اي حاجه اي حاجه، ولكن صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه. ان احنا لازم بالراحه كده ناخد المعلومه تاتا تاتا زي ما بنقول، ونفهم، نصبر، نوصل، نفهم النولج كويس جدا. كان الدكتور ايمن لما بيجي يشرح لكم حاجه مثلا بيشرحها بتفصيل التفصيل، عشان خاطر انت عارف هو ان انت بعدين هتوصل للمرحله ايه اللي بعدها. ف... فانت واحده واحده هتفهم المعلومه، تدرسها كويس، تعرف البيهيفير بتاعها عشان تقدر تطلع بحاجه، ما تتسرعش. تمام. بالنسبه لمجال الديسكتوب، فهل ده مجال كويس في الوقت الحالي ولا لا؟ خليني اقول لك لا. ماشي. لان مش كتير دلوقتي بيستخدم مجال الديسكتوب، ولكن مش حرام ان انا اتعلم ديسكتوب عادي جدا. اهم حاجه ان انا ايدي تبقى في الكود، وايدي عماله تضرب على الكيبورد، وبتعلم وبوصل لمرحله من المراحل ان انا بوصل بيها العلم كويس. لان زي ما احمد خالد مجال الابلكيشنز اكتر، الديسكتوب ممكن يبقى ابلكيشن عادي جدا. اغلب شوف بقى النقطه دي يا مصطفى، احنا لما بنيجي تشتغل انت ان شاء الله كده، لما تيجي تدخل في مجال البرمجه وتوصل لدرجه كبيره، انت عندك مجال البرمجه بيبدا ان انت بتبدا فريش جرادويت. خليني اقول لكم التسلسل. فريش جرادويت لسه حديث تخرج. حديث تخرج مش معناه انك حديث تخرج من الكليه. حديث تخرج يعني لسه بادئ جديد في البرمجه، تقعد لك فتره بسيطه جدا ان شاء الله تبقى جونيور، بعد كده تبقى حاجه اسمها سينيور. سينيور ده مثلا عدد سنين خبره مثلا بتتراوح من 3 ل 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. بعد كده بتبقى تيم ليدر، وبعد كده تخش حاجه اسمها اركتكشر. الاركتكشر هنا بقى انا بشوف ايه الحاجه المناسبه للمشكله بتاعتي، فبدرس المشكله. تمام. عشان اقول للناس اللي تحت التيم ليدر والناس السينيورز والناس الجونيورز والناس الفريش يشتغلوا بالطريقه الفلانيه. كان عندنا مشكله في المشاكل، بوينت اوف سيل، نقطه بيع من نقاط البيع محتاجه سرعه كبيره جدا وكوميونيكيشن كبير جدا مع الداتابيز. تمام. فاقترحت عليهم ان احنا نشتغل ديسكتوب، لان باي كليك محمود ثواني، فانت مجرد ما تيجي تعمل كليك على الحاجه، تمام، على طول ترد عليك. فترد عليك دي ازاي؟ كان اسرعهم هو الديسكتوب، وكان ده حل من الحلول، وكان الديسكتوب ده حل. طب انا هل الديسكتوب ده لغه برمجه؟ لا. السي شارب لغه برمجه، الجافا لغه برمجه، البايثون لغه برمجه، اي حاجه من الحاجات دي هي لغات برمجه تقدر تطلع بيها ديسكتوب ابلكيشن عادي جدا. فلاتر يقدر يطلع ديسكتوب ابلكيشن عادي جدا الى اخره. متفقين يا جماعه؟ فانا ايه هي اللغه وايه اللي بعده ما تقلقش منه. الاسئله دي انا كنت بسالها عادي وانا طالب، هل الديسكتوب دوت مجال كويس يا جماعه ولا لا؟ السؤال ده والله متكرر كتير جدا. ولكن ابقى انا عندي قدره كتابه لغه البرمجه، زي انت لما تيجي تقول للبيبي كده قول بابا ماما، بعد كده تلاقيه بربنت في الكلام، بيبهدلك في الكلام، بيفضحك في الشارع. تمام؟ عادي جدا. فالشارع ده هو الديسكتوب بتاعك. خلاص؟ مجال الابلكيشن كتير لان الكل معاه فون. لا يا احمد يا خالد، لان ممكن انا اعمل موبايل ابلكيشن. تمام؟ اعمل موبايل ابلكيشن هو مجرد بس بيرجع او بيعمل حاجه اسمها ريندر لويب ابلكيشن. يعني انا ممكن مثلا الفيسبوك كده هو في الاخر، بصوا يا جماعه نقطه، انا هفصص لكم الفيسبوك شغال ازاي. الفيسبوك هو مجرد بس فرونت اند لباك اند اسمه اي بي اي. اي بي اي يعني ايه؟ لما ادوس على الزرار ده بيكلم باك اند معين، تمام، يروح يجيب لي داتا. الداتا دي سواء هتطلع موبايل ابلكيشن او هتطلع ويب ابلكيشن مش فارقه، ولكن في الاخر الباك اند واحد. يعني بكتب لغه برمجه واحده في الاخر، ممكن تبقى سي شارب عادي جدا، وتطلع في الاخر تشتغل فرونت اند. الفرونت اند بتاعي ممكن يبقى ويب ابلكيشن، وممكن يبقى ايه؟ موبايل ابلكيشن زي الواتساب. مش الواتساب اقدر اعمل ويب دوت واتساب دوت كوم، صح ولا لا؟ وهو نفسه ذات الحاجه طالع موبايل ابلكيشن. ولما حد بيكلمني في الشات هنا بتجي لي الرساله في نفس الوقت على الموبايل او على الويب في نفس الوقت.
بي اتش بي لا، مش معمول بي اتش بي. اعتقد الفيسبوك شغال بايثون. تمام. بس مجال الابلكيشن التنافس فيه مش صعب، ده صعب جدا جدا طبعا. بص، مش الابلكيشن اللي بتنافس، ولكن احنا خلينا شويه صريحين مع بعض. هل انا هطلع ابلكيشن وهبني بيه فكره؟ فانا لازم اعمل دراسه جدوى كويسه جدا عشان اشوف الابلكيشن دوت هينافس ولا لا. دي اول نقطه. ثاني نقطه، ان انا ممكن اعمل ابلكيشن بينافس جدا وبيسوق لنفسه وبيجيب لي فلوس من غير ما ادفع ولا جنيه من جيبي. قادر ان انا ابني حاجه كامله من لا شيء. ميزه البرمجه يا جماعه ان انا ممكن ما يبقى عندي راس المال صفر. صفر بمعنى صفر. انا عندي اللابتوب بتاعي وفاتح الفيجوال ستوديو بتاعي وبدات ابرمج، طلعت ابلكيشن حطيته على الستور فري، عمل لي شويه ادزون، رجع لي فلوس. يعني حاجه من الحاجات اللي انا بداتها وانا طالب، ان انا من وانا طالب بحب ان انا ادي محاضرات. فهتلاقي عندي تشانل مثلا على اليوتيوب من وانا طالب، هتلاقي مثلا فيديوهات مثلا من 2014 و2015 يمكن اخر فيديو انا عملته عشان الضغط بتاع الشغل. تمام. في 2015 تقريبا انا عامل فيديوهات عادي دخلت لي فلوس، برغم ان انا بس مجرد ان زكاه العلم تعليمه، فرحت ان انا عملت الزكاه ديت، ربنا كرمني بفلوس منها عادي. تمام. طيب فالتنافسيه ما بتعتمدش عليك، ولكن التنافسيه بتعتمد على اداره الشركه والبروجكت مانجرز بتوعك. تمام. حاليا سوق الابلكيشن حاليا بقى حاجه عظمه ومتعه جدا. ده حقيقي متعه لابعد ما تتخيل. ايه الفرق بين الجافا والجافا سكريبت؟ الجافا لغه برمجه، كان حتى الشباب اللي اقترحوها ان هم كانوا قاعدين على القهوه وعملوا لغه برمجه كده، قال لك طب ما نعمل ايه، فبصوا على القهوه الكافيه اللي هم كانوا قاعدين عليه، فلقيوا علامه الجافا، وكان في نوع قهوه اسمه جافا كيفهم كده، عمل دماغ. تمام. فسموا لغه البرمجه جافا، والجافا دي لغه باك اند، والجافا سكريبت دي لغه فرونت اند. تمام. متفقين يا شباب؟ هل في حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ اي حد عنده سؤال يرفع ايده. سؤالين بس على السريع كده يا باشمهندس احمد. اتفضل يا هندسه. هل في اي بري ريكويزيت للشخص اللي عايز يتعلم سي شارب؟ والسؤال نهائي. الثاني تمام نهائي مفيش اي حاجه محتاجينها قبلها يعني. هندردش فيها. اسال السؤال الثاني ولا جاوب الاول ده؟ السؤال الثاني برضه سؤال مهم جدا بالنسبه للتطور السريع اللي بيحصل في وقت البرمجه والتكنولوجيز المختلفه. ازاي الواحد يقدر يواكب التطور السريع ده ويبقى دايما ابديتد؟ طيب ممتاز. طبعا اسئله في الجون كالعاده. تمام. هداف طول عمرك هندسه. طيب السي شارب يا جماعه، اللي احنا هنتكلم عنه، احنا بنتكلم عن انترودكشن، وهي في الاخر هتبقى لبيجنرز. لبيجنرز يعني ايه؟ يعني واحد زيرو نوليدج ولا ابحث عن احد عنده نوليدج. يعني لو انت عندك نوليدج هتقدر تطورها معايا، ولو انت ما عندكش نوليدج هتقدر تطورها. طب واحد يقول لك طب انا مالي يا عم، انا عندي نوليدج. انا متاكد مليون في الميه ان المعلومات اللي هتتقال لك هتبقى حاجه جديده عليك، لان انا هتكلم عن تفاصيل التفاصيل، بالاضافه ان انت هتبحث عن فكره البحث، ازاي نطور نفسي في البحث وازاي نطور نفسي في البروبلم سولفنج. فدي اول نقطه. ولا ابحث عن احد عنده خبره، لان ده مش الهدف بتاعنا. احنا عايزين نخلي بدايه لينا كحاجه احنا بنتعودها من اكاديميه جسور المعرفه، ان انت بتطور ذاتك، مش بتطور الاكاديميه الى اخره. ودي حاجه من مميزاتنا، ان احنا عايزين نخلي الناس تخش في التراك فروم بيجيننج مش عارفين حاجه، وعايزين يطلعوا سلم، اول سلمه كده يخش على الاوبجكت اورينتد، ثاني سلمه يخش ممكن ديسكتوب ابلكيشن، ويب ابلكيشن، ام في سي، دوت نت كور، دوت نت 3.1، دوت نت 5، يطلع موبايل ابلكيشن وديسكتوب ابلكيشن وويب ابلكيشن في نفس اللحظه، وشهر 11 مش بعيد. تمام. فدي نقطه من النقاط. مواكبه البرمجه، طول ما انت ما بتتعلمش ما انتش ناجح. خلاص متفقين دي يا جماعه؟ لازم اطور نفسي باستمرار. لو انا في لحظه من اللحظات وقفت يا جماعه، بصوا يا جماعه النقطه دي، عشان انا شفت ناس بقالها 4 سنين خبره عايشه في شركه واحده وما بتاخدش خبره جديده وما بتتحركش. بصوا يا جماعه، انا بدايتي خالص لما بدات في شركه اسمها اي تي 3 زي ما قلت لكم. قعدت 2.5 سنين في الشركه. 2.5 سنين ده بالنسبه لي انا كرقم كبير، كبير قوي. باشمهندس محمود ما شاء الله قاعد في الشركه تقريبا 11 سنه، الله اكبر عليه. تمام. ولكن الفرق بيني وبين باشمهندس محمود ايه؟ باشمهندس محمود طول فترته بياخد خبره، كل سنه بياخد خبره في نولج بيجينها. تمام. ولكن انا قعدت 1.5 سنة تقريبا باخد خبره الفريش جرادويت، ولكن توقفت الخبره في لحظه من اللحظات. تمام. اتنقلت الشركه بعدها،
الشركه اللي بعدها ديت قعدت فيها تقريبا ما يعادل تقريبا 6 شهور او اقل كمان، باشمهندس محمود عارف. الشركه دي طبعا قبل اي تي 3 كانت مايكروسوفت قعدت فيها سنتين، خدت فيها الخبره الممتازه جدا، ولكن للاسف دخولي للجيش منعني ان انا اسافر مع مايكروسوفت. تمام. زي بالظبط كده يا احمد خالد، ان انا لما رحت الشركه اللي بعدها يا جماعه لقيتهم شغالين بحاجه اسمها اي اس بي دوت نت، وحاجه ادمت جدا، وده حاجه انا ما بدورش عليها، حاجه قديمه جدا، مفيش حاجه مفيش نيو تكنولوجي. وللاسف كان في تيم تاني اسمه نيو جنريشن بيعمل شغل جديد ومش عارف ايه والكلام ده، ولكن انا مش فيه. فاعتذرت، كان عندي فرصه ان انا اسافر السعوديه، سافرت السعوديه واتحركت في اول شركه. انا اشتغلت تقريبا في 3 شركات في السعوديه الى الان. اول شركه خالص اشتغلت فيها قعدت فيها سنه، ما استفدتش منها، ما خدتش خبره كبيره جدا. ثاني سنه رحت شركه هي الاولى على مستوى السعوديه اسمها شركه علم، قعدت فيها خدت الخبره اللي انا محتاجها. وفي اخر شهر تقريبا، اخر شهرين، الخبره بدات تقل، وكان في ظروف في تعامل الاتش ار ان انت ما انتش ستيبل ومش عارف ايه والكلام ده. فاخترت ان انا اجين خبره جديده، ولكن على حساب الاستابيليتي. يعني انا عايز اكون مستقر في مكان واخد خبره مش مهدد. وعشان خبره ان انا عمال اخد خبره جديده، خدتني شركه كده خطفتني تقول لي احنا عايزينك تشتغل معانا. الشركه دي قعدت فيها حوالي 6 شهور، قدمت استقالة تقريبا الاسبوع اللي فات، لان ال6 شهور دول انا قعدت فيهم تقريبا بطلع نفس الشيء، مفيش حاجه جديده انا باخدها، مفيش علم باخده، مضغوط في الشغل، بقعد 24 ساعه في الشغل، انام ساعه. انا فاكر ان كانت زوجتي جايه من المطار، المفروض ما طيارتي توصل الساعه 2:30، انا طلعت من الشركه 2:30 عشان الحقها. متخيل؟ فكان حاجه من الحاجات اللي اسمها هانتك. تمام. حاجه من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها ان طول عمرك لازم تطور من نفسك. انا ما شفتش، بص انا يا احمد مش بدور دايما. السايكل او الكوميونتي بتاعتي هي سي شارب اغلبهم، او جافا في مجالي، فول ستاك. روبوتكس ما بشوفش بصراحه كتير، لان انا مش محتك بالروبوتكس. فعلا ممكن يكونوا طالبين ناس كتير، ولكن انا ما شفتش. انا عارف الناس هم طالبين ايه كويس جدا. عندك الامارات، سوق الامارات مثلا بيدور على الجافا، سوق السعوديه بيدور على الدوت نت، في مثلا سوق الكويت بيدور على الدوت نت، سوق مصر ميكسد بمعنى الكلمه في كل حاجه. فده حاجه ممتازه جدا. فالمواكبه للغه لازم اكون انا مواكب بشكل مستمر، وما اخسرش جزء العلم. ان انت لو وقفت يوم واحد ما خدتش فيه معلومه جديده هتخسر. تمام. بقول لك هانتك يا ايناس. تمام. خليني اكتبها لكم، هانتك، بس مش عارف هتلاقوها ولا لا. تمام. بس في اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ اللي حابب يسال يا جماعه. طبعا اتفضل يا دكتور، اكيد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني ربنا يبارك في اخويا باشمهندس محمود سيد. من زمان قوي 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 بقول له يا باشمهندس محمود، انا يعني ايه محتاج ان احنا نعمل حاجة للطلاب، يعني نساعدهم يغيروا مستقبلهم، خاصة يا باشمهندس احمد ان احنا عندنا تربية نوعية. القسم اسمه تكنولوجيا التعليم، بعكس طالب حاسبات ومعلومات. هو متخصص من سنة أولى إن هو في علوم الكمبيوتر. احنا عندنا الطالب بيدرس مواد تربويه زي علم نفس تعليمي وعلم النفس والتصميم التعليمي واساسيات التربيه ومش عارف الاصول الثقافيه للتربيه، فمش متخصصين قوي في الحاسب الالي. وبالرغم من ذلك ما شاء الله، يعني احنا عندنا الطلبه اتخرجوا من القسم مش من حاسبات ومعلومات، منهم طالب فتح شركه برمجه وعنده موظفين، ومنهم طالب فاتح في شركه في مصر اللي هي ريل سوفت هاوس، اللي هي فاتحه في برج الاطباء في فيصل، وما شاء الله كان ليها 5 فروع. او دايما عندنا برضو من القسم ما شاء الله. يعني انا طبعا فمحمود دايما كان يقول لي انا مستني بس لما اشوف حد يكون شاطر في البرمجه بس بيعرف يشرح كويس، لان انا عندي الناس الشاطرين قوي في البرمجه ما فيهوش دماغ يقعد يشرح، القصه دي مش يعني ايه، ما بيركزش فيها قوي، او واحد بيحاضر كويس قوي بس ما اشتغلش بايده كتير. وفعلا يعني جزاه الله خيرا محمود، وفضل صابر لحد ما دلنا على كنز اسمه احمد. لا شرفني وربنا والله يحافظ كلامك. عليك ويرضى عنك يا رب، ويبارك فيك شرف وفي ليا يا محمود دكتور. سيد حبيبي يعني. والله يبارك في دكتورنا، ويبارك في باشمهندس محمود. والله شرف ليا الكلام بتاع حضرتك يا دكتور. الله يرضى عنك يا شيخ. دي فعلا الحقيقه والله. الموضوع ده يمكن حتى محمود بيلعب معايا كوره، وفي طلبه موجودين بيلعبوا معانا في الكوره عارفين الموضوع ده، يمكن من زمان قوي بنحاول نرتبه من سنوات، مش السنه دي تحديدا. الامر الثاني يا باشمهندس، يعني كان ليا رجاء عن سعادتك ولو متاح. احنا مثلا عندنا في الكليه مثلا، تخيل انا بدرس ماده للطلبه اللي موجودين دول
في اللائحه الرسميه للكليه اسمها حاسب آلي بيزك ولوجو، يعني هم المفروض يدرسوا لغه البيزك واللوجو. هو تمام. كده. فانا بديلهم بديلا ليها ايه؟ لغه الفيجوال بيزك، خاصه كمان ان هم بيطلعوا يشتغلوا مدرسين، والفيجوال بيزك بيتدرس في سنه ثالثه اعدادي. ولكن احنا طبعا الحمد لله بالناس المحترمين زي حضرتك والباشمهندس بحراوي وباشمهندس احمد رزق، لو تعرفوا الناس دي، انا في مره استضفتهم عندي في الكليه وعملنا ندوه للطلاب ازاي كيف تصبح مبرمجا. فيعني مشكله كمان احنا لما بنيجي نشرح علميا بنقعد نشرح في العلم، بس ما بندلوش بروجكت ياخده من الاول ويفكر فيه وازاي يحل المشكله لحد ما يطلع معاه ابلكيشن. طبعا. فيعني اتمنى لو الناس اشتركت مع حضراتكم او جسور المعرفه ان يبقى في فكره معينه الناس بتدرس، بس هم عارفين في الاخر ان هم بيفضلوا يدرسوا لما يعملوا حاجه كامله. دي احنا بنفقدها تماما في التعليم الجامعي عندنا. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ طبعا طبعا. يعني سعادتك اي مشكله بتتعرض عليك انت بتاخد اللي بتقعد مع الراجل وتحلل المشكله وتبقى عارف ايه كل المدخلات بتاعتها، وعارف ايه اللي هيحصل في الاخر خالص، والابلكيشن هيبقى ايه شكله في الاخر. يعني مظبوط. انت في دماغك كده بتطلع اللمبه منوره على طول، الشكل النهائي ايه اللي هيحصل في النهايه. ده مظبوط. احنا بنفتقده تماما في التعليم مع الطلاب بتوعنا. فيعني مظبوط. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله، وان الامر ده يبقى برضه في دماغ حضرتك، يبقى فيه برضه لا ازاي انا يبحثوا كده ازاي كده يحللوا مشكله. ولكن انا برضه نفسي ان هم في الاخر حتى لو يعملوا مشروع اللي هو اتعمل 1000 مره، مشروع مبيعات، مشروع كذا، مشروع كذا، بس في حاجه الطالب يقدر يعملها في الاخر كامله اي تو زد. طيب خليني اقول لحضرتك جزاك حاجه. الله خيرا. طبعا ده واسف شرف على ليا الاطاله اتكلم. مره ثانيه. لا لا طبعا براحه حضرتك في اي وقت. خلينا نكون برضو ايه واضحين عشان الشباب تبقى عارفه التراك هيمشي ازاي. تمام. في البدايه خالص احنا بنتعلم انترودكشن. تمام. انترودكشن ليه؟ عشان خاطر يبقى عنده فكر البروبلم سولفنج بشكل كويس جدا. تمام. ولازم يكون عنده الهدف والطريقه الصحيحه لكتابه الكود. دي تاني حاجه. ثالث حاجه ان هو ازاي يوصل للحل باسرع وقت وطريقه كتابه ليها. تمام. طيب الانترودكشن دي بتديله بيزكس او الاساسيات للغه برمجه. تمام. او الاساسيات للبرمجه. تمام. فهتوصل بيه الحل مثلا ان هو دي حاجه فعليا موجوده عندنا، ان احنا نطلع بمشروع ولكن مشروع صغير شويه، السكوب بتاعه ضيق جدا مش السكوب الواسع. احنا عندنا الافكار كتيره جدا في الانترودكشن ان هو يقدر يوصل بيها المشروع كويس جدا. تمام. ولكن مش المشروع اللي هيقدر يستخدمه بره، زي فكره مثلا مشروع محاسبي والكلام ده. ولكن لما يجي يدخل بقى في الليفل الثاني يكون هو عنده مواسع وعنده المدارك بتاعته اتوسعت في البرمجه. هنخش في حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامنج. والاوبجكت اورينتد بروجرامنج هي مرحله يقدر عن طريقها يخش في الجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها، ان هو يبني مشروع كامل بتفاصيل التفاصيل. انا مش عايزه ان هو يجري يطلع بمشروع من غير ما يبقى عارف تفاصيل التفاصيل. لازم يكون هو فاهم كويس جدا لما يجي يكتب الكلمه دي هو بيكتبها ليه، وما بيكتبهاش وخلاص. لا هو عارف ان الحته ديت لما يكتبها بالشكل دوت هتبقى اسرع لو هو كتبها بالشكل الثاني. فانا حابب ان هو يبقى عنده الثقافه ديت، ويبقى عنده ثقافه التكنولوجي والتعلم والبحث وحل البروبلم سولفنج وحل المشاكل. لان هو دي اساس اللي حضرتك كنت بتقوله، ان هو لما يجي حد يديني مشكله انا بطلع اللمبه المنوره. ليه؟ لان قدرت ان انا افكر في الحل او في المشكله بشكل بسيط جدا وقدرت اطلع بيها. ودي حاجه خلي بالكم يا جماعه هي النقطه المميزه للمبرمج الشاطر من المبرمج اللي على قد حاله. لان المبرمج اللي على قد حاله بيب خد المشكله بتحس انه ضرب لخمه ومش عارف يوصل للحاجه اللي عايزها. اما لو انا عارف ان انا كيب ات سمبل ستيوبد، قدرت ان انا اخش للتراك بتاعي خلاص كده. طالما ان انت عملت بروبلم سولفنج كويس هتقدر توصل لاعلى درجه من البرمجه. تمام. ايا كانت لغه البرمجه. يمكن انا مش حابب ان انا اخش فيجوال بيزك. ليه؟ انا اشتغلت فيجوال بيزك عادي ولغه برمجه سهله جدا وبسيطه. ولكن انا حابب ان هم يخشوا في تراك يا جماعه ان هو يفيدهم في المستقبل يقدر يخش بيه، وحاجه مش متاخره وحاجه مش ادمت. يعني دور كده على عدد الناس المبرمجين دلوقتي الفيجوال بيزك قله قليله، او واحد مطمور في شركه قديمه جدا مش قادر يطلع منها. تمام. زي برضو ما حضرتك ان مشكله من المشاكل اللي موجوده في الجامعات عندنا ان هي مش ابجريدد للاسف. تمام. انا عايزه ان هو يتعلم حاجه يقدر يبني بيها الانترودكشن، يبدا يبني بيها الفكر بتاع البرمجه، يقدر يوسع فيها مداركه، وفي نفس الوقت ما يبقاش بعيد عن السوق، يقدر يدخل السوق بسرعه. تمام. فديت النقطه الاساس بالنسبه لي. يقدر بعدها يقطع خالص سي شارب، ما عنديش اي مشكله،
لان هو عرف ازاي يتعلم لغه برمجه، مش C# ايا كانت، يقدر يطلع بيها، يتعلم انجولار، يتعلم جافا سكريبت، HTML CSS، الكلام ده كله. طبعا لو احنا ربنا كرمنا مع اكاديميه جسور المعرفه، ان التراك طويل قوي لان احنا نوصل ان هو ممكن يعمل ويب ابلكيشن زي نون، زي سوق.com، زي امازون، بسهوله جدا، بسهوله جدا. فدي ان شاء الله حاجه اعتقد ان باشمهندس محمود عامل لها بلان، وان شاء الله نقدر نحققها، لان هي اكاديميه ماشيه على طريق يعني واضح وصريح جدا مع الناس. مش حابب ان انا اروح اقول له مثلا ان انت تاخد كورس الانترودكشن وهتطلع بيه مشروع تروح تبيعه وتكسب منه مش عارف ايه، انا ما بحبش السوق ده خالص. تمام. فدي الحاجه اللي انا بفكر فيها، وديت الحاجه اللي انا اتمنى انها توصل للطلبه اللي هتخش معانا ان شاء الله. احمد خالد بتقول الفتره اللي جايه دي هيكون كل حاجه عن طريق الابلكيشن. طبعا انت شايف المصالح الحكوميه وغيرها هيكون فيها طريق ابلكيشنات. اللي عايز اقول ان البرمجه هي الحياه اللي جايه. طبعا هي فتره الكورونا الصين عملت ابلكيشن بيعرفك كم واحد جنبك، وده حاجه موجوده فعلا عندنا هنا في السعوديه اسمها تباعد. انت بتعرف اللي حواليك كم واحد حواليك، والاماكن اللي فيها كورونا عملوا حاجه اسمها توكلنا. لما تنزل تعدي المتر، لو نزلت كده ايام حظر التجوال عديت حوالي تقريبا 100 متر حاجه زي كده، على طول بينزل لك 1000 ريال غرامه، وبتبقى خراب بيوت، فبتبقى غصب عنك قاعد في بيتك، مش زي اللي للاسف موجود في مصر. فاتمنى ان الناس اللي هتدخل ان شاء الله يبقى هدفها بعد ربنا ان هي يبقى عندها هدف، ان هي تبقى ليها فاليو في البلد، ودي اتمناها جدا. وبعدين يبقى ليها فاليو جنب البلد، ليها فاليو انها تطور نفسها. نحط الاثنين بارل كده بشكل متوازي مع بعض. باشمهندس محمود اتفضل، المايك معاك. تمام. جزاكم الله خير يا باشمهندس محمود. انا وياك. جزاكم الله خير يا دكتور ايمن. هو معلش يا باشمهندس، بس كان في حته فكرني بيها احمد خالد في موضوع الكورونا وموضوع اللي ينبك تعرفوا ازاي حته الداتا اناليتكس وداتا اناليسيز والبيج داتا. اظن كان في حد بيسال عن الحته دي قبل كده على الجروب. تمام. البيج داتا هو ازاي؟ خلينا نبص بقى يا جماعه فكره البيج داتا. طب خلينا نبص هي بتحصل ازاي. ان انا اول حاجه ان انا بكولكت داتا كبيره جدا وبكلم داتا كبيره جدا، وعايز ارجع الداتا دي بشكل سريع. وانا عايز في اللحظه اللي انا ماشي فيها ديت انا بقى عارف انا عندي حواليا كام واحد. فاول حاجه انت بتشوف كولكشن للداتا، ازاي تكولكت الداتا. رقم 2 ان انا ازاي هانلايز الداتا بتاعتي، بعمل حاجه اسمها داتا اناليسيس. وازاي انا هكتب داتا بسيطه جدا، هكتب كود سهل جدا ويكونكت دايركت بشكل سريع جدا على الداتا بيز، ويرجع لي بالداتا دي بشكل سريع. طبعا التكنولوجيز تطورت جدا. لو احنا دخلنا في تراك C# فنزل حاجه اسمها ادو.نت وحاجه اسمها مايكرو RM زي الدبر، وحاجه اسمها دبر فاست كراد، بترجع لك ملايين الداتا في اقل من اجزاء من الثانيه. تمام. ولكن الناس بتتجه اكتر، انا مش عايز اكتب كود كتير ومش عايز اهتم، انا مهتم ان انا اجيب داتا كتيره، فبيتجه ناحيه البايثون. لكن البايثون هو اسرع في ان انا محتاج حاجه معينه، مش مهتم بلغه البرمجه قوي، ولكن مهتم ان انا اجيب الداتا، فاقول لك يا عم تعالى نتوكل على الله ونخش في البايثون. ودي حاجه جايه كبيره جدا في السوق. عشان كده مايكروسوفت برضو في مجال C# مش عايزه تقع في حته البيج داتا اناليتيك، وداخله بحاجات كتيره جدا، خصوصا .NET 5 اللي هو اوريدي نزل السنه اللي فاتت، في نص السنه اللي فاتت، في تقريبا شهر 5 حاجه زي كده، نزل بقوه كبيره جدا، بيعمل بروسيسنج للداتا بشكل سريع جدا، بشكل وهمي جدا، اضعاف. يعني احنا عندنا .NET كور نزل ضعف سرعه ما قبله 10 مرات، .NET 5 نزل اسرع 5 مرات فبقى اسرع 15 مره. متخيل السرعه يا جماعه؟ .NET 6 طبعا نازل باسرع واسرع. فدي حاجه من الحاجات. فكره البيج داتا هو مجال جاي كبير جدا، وخصوصا ان احنا شفنا الهاكينج اللي حصل من فتره على الفيسبوك، اتاخد فيها حوالي 533 مليون تقريبا، منهم 44 مليون تقريبا في مصر بس اتسحبت الداتا بتاعتهم. يمكن الداتا بتاعتي كمان عندهم وبيتكلموا بيها. فالداتا والداتا اناليتيك والكوليكشن للداتا هو مستقبل جاي بلا شك، وان انا اجاذر الداتا بشكل طريقه معينه، فدي حاجه جايه في السوق بشكل كبير جدا طبعا. هندسه تمام. هو زي ما قلنا في نص المحاضره الكارير بتاع السوفت وير اندستري مليان، وفي جوبس كتيره ظهرت ما كانتش موجوده زمان، ودلوقتي مش موضوع ديفلوبرز وبس، زي ما انت قلت اركتشر والديزاينرز UX UI ديف اوبس، الابلكيشن سكيورتي،
البيج داتا والداتا اناليتكس كلها كارير ظهرت، وكلها ليها نيد في السوق كبير جدا. حاجات جديده كتيره ظهرت، فان شاء الله الحاجات دي يعني تيسترز، يعني الناس بس توسع مداركها هتلاقي حاجات كتيره مطلوبه في السوق، مش جاست بس الديفلوبرز. فان شاء الله يكون لنا فرص ثانيه للقاء. لو في حد عنده اي اسئله قبل نختم. تمام. طيب شكرا لكم يا جماعه، وان شاء الله نلتقي عما قريب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم.